السلام عليكم، ايه الاخبار يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكون بخير. طلابنا حبايبنا طلاب ثالثه ثانوي دفعه 2026، اهلا بيكم يا دكاتره. ان شاء الله يا صديقي دي المحاضره الاولى، دي المحاضره التاسيسيه اللي هنبدا بيها منهج ثانويه عامه لدفعه 2026. فركز بقى معايا يا صديقي علشان دي المحاضره اللي هقول لك فيها كل المعلومات اللي انت محتاجها من منهج اولى ومنهج ثانيه ثانوي. طيب المحاضرة دي هتشمل كل حاجة في النبات وكل حاجة في الإنسان. يعني أنا مش هعمل لك محاضرة للنبات ومحاضرة للإنسان، لا، أنا هقسم لك المحاضرة دي الجزء الأول جزء النبات والجزء الثاني جزء الإنسان. فركز بقى معايا يا صديقي علشان هنبدأ كده نظبط الدنيا ونبدأ سنة صح، نبدأ السنة جد من أولها. طيب لو أنت أول مرة تسمعني أو لو أنت أول مرة تشوفني فما تنساش إنك تعمل لنا اشتراك في القناة علشان أنا هنزل لك منهج ثانوية عامة بالكامل في مادة الأحياء. ومش بس كده، هنزل لك مراجعات وهنزل لك ورش على الفصول، فيعني كل ده هينزل لك على قناة اليوتيوب السنة دي فور فري. فيعني ما تنساش كده تكون عامل لنا اشتراك وتشير الفيديو ده لكل زمايلك علشان يستفادوا من العظمة اللي احنا هنعملها بفضل الله تعالى السنة دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم امين. يعني لازم كده يا صديقي كل محاضرة، ولازم انت نفسك حتى اول ما تيجي تذاكر لازم كده تبدا يعني تذكر الله سبحانه وتعالى، ويعني علشان ايه؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كده عشان ربنا يوفقك في اللي انت داخل عليه، في المذاكرة اللي انت هتذاكرها باذن الله تعالى. مش بس كده، الفايل اللي احنا هنشرح منه دلوقتي هتلاقيه موجود في وصف الفيديو. الوصف الفيديو هتنزل دلوقتي هتلاقي الفايل موجود، هتحمله من على الدرايف وكده يبقى انت معاك الفيديو ومعاك الفايل بتاع الشرح بتاع الفيديو. فانت يعني خلاص معاك كل حاجه انت محتاجها علشان تذاكر. بطل بقى مرقعه يا صديقي، ويلا كده بسم الله الرحمن الرحيم نتوكل على الله ونبدا يا صديقي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز بقى معايا يا صديقي كده علشان هنبدا جزء النبات. اولا كده لازم تعرف يعني ايه اصلا خليه نباتيه، وايه الفرق ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه مثلا، ولازم تكون عارف ايه هي انواع الانسجه النباتيه. وطبعا لما ناخد الانسجه النباتيه هتعرف ان انا عندي منها نوعين، نسيج بسيط ونسيج مركب. كل الكلام ده لازم اكون عارفه. طيب تعالى كده يا صديقي بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. اول حاجه معانا هي الانسجه النباتيه. ما هي الانسجه النباتيه؟ انا عايز بس اعرف ايه هو تركيب الخليه النباتيه. النسيج هو بيتكون من خلايا. طيب ايه بقى تركيب الخليه النباتيه بشكل عام؟ تركيب الخليه النباتيه الشكل اللي قدامنا بالظبط ده. اولا كده اي خليه نباتيه، ركز بقى معايا علشان ده سؤال مهم جدا. ايه الفرق ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه؟ ده سؤال لازم يتسال، لازم يعني تفكر فيه كده. تعالى يا صديقي اما نفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هروح للخليه هلاقي عندها جدار خلوي. طب مين الخليه دي يا مستر؟ دي الخليه النباتيه. طب الخليه الحيوانيه عندها جدار خلوي؟ لا، يبقى الخليه النباتيه عندها جدار. يبقى اول حاجه هفكر فيها الجدار. دي عندها، دي ما عندهاش جدار. حلو. طيب الاثنين عندهم غشاء خلوي، الاثنين عندهم غشاء خلوي. طيب الميتوكوندريا عند الاثنين، السيتوبلازم عند الاثنين، النواه عند الاثنين. كل حاجه، النواه والغلاف النووي والنويه والحاجات دي كلها موجوده في الخليتين سواء نباتيه او حيوانيه. بس الفرق في ايه بقى؟ تعال نبص. هنبص على الفجوه العصاريه. ايوه الفجوه، كلمه فجوه عصاريه اعرف ان هي في النبات. طب لو انا قلت لك في فجوات في الحيوان، هي في فجوات بس بتكون صغيره. يبقى الفجوات في الخليه النباتيه بتكون صغيره فما تلاقيش ليها ذكر قوي. تلاقي كلمه فجوه عصاريه بتتقال في الخليه النباتيه. طيب جميل. ايه تاني الحته دي؟ البلاستيده الخضراء. البلاستيده الخضراء ديت ما بتكونش موجوده غير في الخليه النباتيه. طب اشمعنى يا مستر؟ يعني مثلا وليكن قلنا بلاستيده خضراء، على فكره احنا عندنا 3 انواع منهم، خضراء وملونه وعديمه اللون. الخضراء دي عشان تعمل ايه؟ بناء ضوئي. طيب يبقى الانسان هيعمل بناء ضوئي؟ لا طبعا. اذا كده اكيد البلاستيده الخضراء او البلاستيدات بشكل عام عموما يعني موجوده في النبات بس، صح كده؟ طيب يبقى ده الفرق ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. الكلام ده من الحاجات اللي لازم انت كطالب معاك ورقه وقلم وبتكتب ورايا. الفايل موجود فيه حاجات بس دي تركايه مثلا لازم تكتبها ورايا. ليه؟ علشان لما هتيجي تذاكر ما انت لازم تكون عارف الكلام ده، لازم تكون عارفه والله. طيب بعد كده
طبعا اي نبات يعني مش محتاج اقول لك ان هو بيتكون من جذر وساق واوراق يعني، وازهار وثمار وحاجات من ديت يعني، او على الاقل بس جذر وساق واوراق. طيب بعد كده مش انا قلت لك ان الانسجه النباتيه عندي منها نوعين، بسيطه ومركبه. طب تعالى نفهم البسيطه. البسيطه 3 انواع. اول حاجه البارنشيميه، دي اول نوع اصلا البارنشيميه. تاني حاجه الكولانشيميه. تالت حاجه الاسكلارنشيميه. يبقى بارنشيمي، كولانشيمي، اسكلارنشيمي. طيب بص يا صديقي، ركز معايا علشان هقول لك معلومه بس هقولها لك في الفايل على مدار الفايل كله. في حاجات كتيره موجوده علشان اظبط المعلومه ولكن انا مش محتاجها. شكرا. في حاجات كتيره موجوده علشان اظبط الفايل بس انا مش محتاجها في ثالثه ثانوي، فانا هحذفها دلوقتي قدامك. هتلاقيني بقول لك ما تركزش عليها. طيب اولا كده لو انا هعمل مقارنه ما بين الحيويه بتاعتهم، الخلايا البارنشيميه بتكون حيه، الكولانشيميه بتكون حيه، الاسكلارنشيميه غير حيه. دي معلومه مهمه جدا. يبقى ديت بتكون ايه؟ بتكون غير حيه يعني ميته اكيد يعني، مش محتاج ان انا افكر فيها. طيب تعال نبص على شكل الخليه. ديت بتكون بيضاويه او مستديره، بيضاويه او مستديره. طيب ديت بتكون مستطيله، ودي برده بتكون مستطيله بس انا هخلي لك بص كده هتحس ان هي شكلها مثلا كده اعتبرها خماسي كده مثلا يعني. لما هنيجي نبص على شكلها تحت هتلاقيني برسم لك اقول لك ايه؟ تحس ان شكلها اهو خماسي سداسي كده مثلا اهو بالشكل ده. يبقى شكلها بص اهو دي خلايا اهي هي مش مستطيله بالظبط، هي تحس ان هي شكلها سداسي خماسي كده. طيب دي بيضاويه اهيت، دي بيضاويه اهيت، دي مستطيله اهي او بيضاويه بس لما غلظنا هنشوف دلوقتي عملنا حاجه معينه بدات ان هي تستطيل شويه. ايه اللي بيحصل؟ بص يا صديقي، انا بعتبر ان الخلايا البارنشيميه ديت اسمها خلايا اساسيه. اسمها خلايا ايه؟ اساسيه. يعني ايه خلايا اساسيه؟ يعني هي خليه عاديه جدا اهي، ادي الخليه العاديه خالص اهي، دي خليه بارنشيميه. الخليه بقى لو انت حطيت عليها حاجه، يعني لما نيجي نبص على الجدار بتاعها، على فكره الجدار الخلوي في الخلايا بيتكون من حاجه اسمها ماده السليلوز. ماده الايه؟ السليلوز. طيب حلو، خلي بالك بقى لما نيجي نبص على الجدار هنلاقي فيه سليلوز، بقول عليه سليلوز طبيعي. يعني انت عم الحاج فيك 2 ب 2 جنيه سليلوز، طب لو حطينا ب 4 جنيه يبقى انت كده بقيت مغلظ بماده السليلوز. فهنا بقى الكولانشيمي هو بارنشيمي بس ضفنا عليه سليلوز، فلما اتغلظ بماده السليلوز ايه اللي حصل؟ لما اتغلظ بماده السليلوز اصبح كده خلايا كولانشيميه او نسيج كولانشيمي. طب حلو، خلي بالك بقى كده السليلوز دي ادت له ايه؟ بقى ايه؟ يعني هو بقى عامل ازاي؟ هو بقى صلب ومرن؟ لا بلاش صلابه، خليها قوه ومرونه. قوه وايه؟ ومرونه. بقى قوي وبقى مرن. زي مين؟ زي البقدونس، زي الخضره دي مش هي مرنه؟ بتروح وتيجي بس قويه، مش صلبه، هي قويه ومرنه. طيب هنا بقى لما نيجي نبص على الخلايا الاسكلارنشيميه، خلي بالك بقى كده احنا غلظناها بماده السليلوز عادي جدا بس مش ده المهم، احنا غلظناها بماده الليجنين. عارف ماده الليجنين دي عملت ايه؟ هي اللي موتتها، هي اللي خلتها تموت. ماده الليجنين ده هي اكسبتها الصلابه والقوه. يبقى لما تلاقي كلمه قوه وصلابه اعرف انه ليجنين، قوه ومرونه اعرف انه سليلوز. قوه وصلابه، قوه صلابه، عارف زي البذره بتاعت الخوخ، صلبه قويه. انما البقدونس او الخضره هي قويه بس مرنه. طب حلو، فعلى فكره دايما تلاقي الخلايا البارنشيميه مصحوبه بكلمه مرونه، طيب بعد كده الجذور بتاعتها بتكون رقيقه اللي هي البارنشيميه ومرن. شوف اهو مرونه على طول. طيب فيها ايه بقى؟ فيها فراغات، فيها بلاستيدات خضراء وملونه عادي جدا، فيها فجوه واحده كبيره اللي هي العصاريه او اكتر من فجوه عادي جدا. طيب كل ده انا مش لازم مش واقف عليه قوي يعني. طيب انا المهم بالنسبه لي ان لما حطيت ماده اعرف ان انت عملت دعامه للنبات تركيبيه. ايه؟ دعامه للنبات دي غلط، مفيش مرونه. دعامه للنبات يبقى ده عمل دعامه، يبقى ده كده عمل بالنسبه للنبات دعامه. يبقى انت كده دعمت لي النبات بتاعي، قوتهولي، خليتهولي قوي ماسك نفسه مظبط نفسه. حلو. هنا بقى لما نيجي نبص على الوظيفه بتاعه الخلايا البارنشيميه، بص يا صديقي
هي مثلا موجوده في ضمره البطاطس. لو انت جبت لي الخلايا ديت مثلا حطيت لي فيها بلاسيده خضراء يبقى بتعمل بناء ضوئي. شكرا. طب لو انت زي البطاطسايه، البطاطسايه دي فيها ايه؟ البطاطا فيها ايه؟ نشا، يبقى اختزان النشا. صح. طب المسافات البينيه، يعني لما تيجي ترسم خليه تلاقي في مسافات بينيه اهي، في مسافات بينيه مثلا اهي، مسافات بينيه اهي، بتعمل ايه؟ عمليه التهويه. يبقى دي بتعمل تهويه، لان انت لو قفلتها يبقى اصبح مفيش تهويه. صح. طيب تعالى ندخل على اللي بعد كده يا صديقي. هنا طبعا انت مغلظ اهو ماده الايه؟ السليلوز اهي، ماده السليلوز. طيب الانسجه بقى المركبه، ركز معايا علشان النسيج المركب ده هرجع هاخده قدام ومش هعيده تاني، يعني انا هقوله لك ان انا قلت لك قبل كده. ايه بقى النسيج المركب؟ هو عباره عن حاجتين، يا اما خشب يا اما لحاء، خشب او لحاء. الخشب بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاوعيه، بيتكون من القصيبات، بيتكون من خلايا برانشيميه. الاوعيه والقصيبات دي خلايا كده ميته عشان نخلص منها كده على طول. اول ما تسمع كلمه حاجه ميته يعني كده ما فيهاش نواه، ما فيهاش نواه. الكلام ده لما اجي في اخر ممكن الفايل كامل او في اخر الفيديو هتلاقيني بقول لك سكيما. ايه السكيما دي؟ بقول لك ما تذكر لي كده على مدار اللي احنا خدناه كله في المحاضره دي ايه الخلايا اللي ما فيهاش انويه. ده سؤال ده سؤال مهم جدا وافكر فيه. يعني انا بقول لك اهو ده سؤال اهو، وهرجع اقول لك في اخر الفايل. بس تعال نفكر مع بعض كده، ايه كل الخلايا اللي انا هقولها في الفيديو النهارده ما فيهاش نواه؟ اللي هيجاوبوا يا جماعه اللي جايزه مني يلا. يعني اكبر واحد او اكتر حد هيقول الاجابه صح في على فكره كتير، فلو قلتهم كلهم صح يبقى انت كده زي الفل. طيب مالهم بقى؟ الاوعيه ديت هي عباره عن صف راسي من الخلايا وتلاشى منها البروتوبلازما والجدر العرضيه. بص يا صديقي، هي كانت خلايا بالشكل ده كده حلو، وكان في خلايا اهي، ادي خليه اهي فيها نواه وسيتوبلازم، فيها نواه وسيتوبلازم. ايه اللي حصل؟ كان يا مكان كده فجاه جينا رايحين عاملين ايه بقى؟ شلنا الجدر العرضيه والنواه والسيتوبلازم، اصبحت كده انبوبه او زي مثلا ماسوره فاضيه ما فيهاش حاجه، فاحنا مرسبين عليها ماده الايه؟ مرسبين عليها ماده الليجنين. طب سؤال بس يا مستر، والحته دي في ثالثه ثانوي مهمه جدا جدا جدا، ايه هي؟ قال لك رسبت الليجنين من الداخل. ايه ده؟ اهو يعني انا رسبته من جوه كده، رسبته من جوه على الجدار، رسبته على الجدار من جوه مش من بره. هو بتفرق؟ على فكره تعالى اقول لك حاجه هتاخدها في اول حاجه في ثالثه ثانوي في اول محاضره. ايه هي؟ انت عندك ماده اسمها ماده السيلوز، عندك ماده اسمها ماده الليجنين، عندك ماده اسمها ماده الثيوبرين او الفلين، دي هي اسمها نفس الاسم يعني. عندك ماده اسمها ماده الكيوتين. في مواد بتترسب على الخليه من جوه وفي مواد بتترسب على الخليه من بره، اتنين كده واتنين كده. حلو انا مش هقول لك ايه، انا برمي لك المعلومه بس مش اكتر، بديك هنت بس ليها. طيب فاصبحت فاضيه. طب ما نفس الكلام القصيبات. بالمناسبه لو جينا بصينا على الاوعيه والقصيبات هنشوفها كمان شويه في تحت كده هنشوفها، هنعرف الفرق ما بينهم. هتلاقي الاوعيه بالشكل ده كده، ادي الوعاء بالشكل ده كده اهو، هتلاقيها مفتوحه الطرفين، انما القصيبات بتلاقيها مسحوبه الطرفين بالشكل ده كده. مسحوبه الايه؟ مسحوبه الطرفين. طيب ايه الوظيفه اللي هي بتعملها؟ ايه الوظيفه؟ بتعمل نقل للميه والملح. الخشب بينقل الميه والملح من الجذر لحد الساق ثم الاوراق، يبقى من الجذر لحد الورقه، من الجذر لحد الورقه عشان تعمل بناء ضوئي. جميل. طيب بعد كده عندنا فيها خلايا حيه اللي هي البرانشيميه، يعني خلايا فيها نواه. يبقى الخشب هل كله ميت؟ ما ينفعش اقول كله ميت. ليه؟ لان هو اوعيه وقصيبات ميتين بس في برانشيم الخشب. حلو، او خلايا برانشيميه بس المفروض نقول عليها برانشيم الخشب كمان يعني كلفظ يعني. طيب عندنا المفروض اللحاء بقى، اللحاء بيتكون من ايه؟ من حاجتين، انابيب غرباليه وخلايا مرافقه. خلي بالك بقى، الانابيب الغرباليه هي صف من الخلايا بالشكل ده كده، بس خلي بالك بقى في حاجه اسمها الصفيحه الغرباليه. الصفيحه الغرباليه ديت هي صفيحه وثقبناها، يعني جينا رايحين عاملين فيها ثقوب كده علشان نعدي من خلالها مين؟ علشان نعدي من خلالها الخيوط السيتوبلازميه، طب الخيوط السيتوبلازميه دي ايه الوظيفه بتاعتها؟ بتعمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك بتنقل لك المواد الغذائيه الجاهزه العضويه. ليه؟ لان المواد دهيت ناتجه من عمليه البناء الضوئي، عشان ينقلها من مكان لمكان، ينقلها مثلا من الورقه للجذر للساق للازهار للثمار، عايز ينقلها بقى براحته. هقدر انا اقول له حاجه؟ ما اقدرش اقول له حاجه. زي الفل. بعد كده يبقى ده كده المفروض مين؟ الانابيب الغرباليه. خلي بالك بقى الانابيب الغرباليه ما فيهاش نواه، ما حدش يقول لي ميته. حطها لي مع معلومه ان ما فيهاش نواه بس ما تقولش ان هي ميته. انا ما قلتش ان هي ميته،
طب يا مستر ممكن يجيبها لي في الامتحان؟ لا مش هيجيبها لك في الامتحان. اصل هي انت في ناس هتقول لك اصل هي ميته، وناس ثانيه هتقول لك ان هي حيه. طب ليه يقول ان هي حيه؟ تعالى اما اقول لك. لان بيمر من خلالها السيتوبلازم وبتعمل يعني في شكل خيوط، فالمفروض السيتوبلازم عم معدي جوه الخليه اهوت وشغال والدنيا زي الفل والدنيا دايره. يعني السؤال دلوقتي لما اقول لك، عارف انت اقول لك ايه؟ اللي خلف ما ماتش. والله العظيم اللي خلف مات. يعني هو يعني مثلا يقول لك ايه، واحد مثلا ابوه توفى يعني ربنا يرحمه، فيقول لك ايه اللي خلف ما ماتش. والله العظيم هو مات. يعني هو مات فعلا على ارض الواقع، هو ميت، بس الفعل ده هو الراجل ده كان بيعمله، فتقريبا هو ما ماتش، هو نفس الفعل فضل يحصل. فانت حاسس ان هو مات؟ لا انا مش حاسس الاحساس نفسه ان هو مات. صح. فهي نفس الفكره. هو انت المفروض شغاله، انت عندك نواه؟ لا. طب انت شغاله؟ ايوه انا شغاله. من غير نواه؟ ايوه يا عم من غير نواه. خلاص يبقى انت زي الفل، انت كده حيه. انت خليكي حيه، انت يعتبر انت حيه اهوت. صح. فالمفروض في صفائح غرباليه، الصفيحه اللي هي الخط ده يا جماعه كده بيبقى فيها ثقوب. في بقى جنب الانابيب الغرباليه في خلايا مرافقه بترافقها، هي طبعا بتبقى خليه حيه موجوده جنبها عشان تديها طاقه، علشان تقدر تعمل العمليات الحيويه اللي هي محتاجه تعملها يا صديقي. بس كده، ده كل الفكره اللي احنا محتاجينها من الجزئيه دي. بعد كده هناخد حاجه اسمها تركيب الورقه. ركز بقى معايا بسم الله. اولا الورقه تركيبها مهم جدا علشان انا محتاجه في حاجات كتيره. بسم الله. اول حاجه لما نيجي نبص كده هنلاقي عندنا هنا كده بشره عليا وبشره سفلى. بشره خلي بالك بقى كده، البشره دي بتكون عليا والبشره دي بتكون ايه؟ سفلى. خلي بالك هو ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه بس نحط علينا كده من فوق، لو انت واخد بالك في طبقه اسمها طبقه الكيوتين اهو. بص كده ماده الكيوتين، الطبقه دي بنحط عليها ماده الكيوتين الشمعيه اللي بتمنع خروج الميه، اللي بتقلل فقد الماء اثناء عمليه النتح. وخلي بالك هاخدها في حاجه اسمها اللايبيدات. يبقى وظيفه الكيوتين ان هو موجود على بشره النبات من الخارج. ايه بشره النبات؟ او على بشره المجموع الخضري. ايه بقى بشره المجموع الخضري؟ ركز معايا. انت لو رحت الشجره ورحت للنبات الخضره غير الشجره. ازاي؟ الخضره الساق والاوراق الاثنين خضر، يبقى ده اسمه مجموع خضري. طب اللي هي الشجره لا، مين الاخضر؟ الورق. طب الساق لا، ده خشبي، ساق خشبيه. يبقى المفروض الكيوتين هيبقى موجود على السيقان والاوراق على حسب نوع النبات. طيب يبقى الكيوتين موجود بيغطي البشره بتاعه النبات من الخارج علشان يقلل فقد الماء او يمنع فقد الماء اثناء عمليه النتح. بس في لو انت واخد بالك كلها متقفله من تحت بقى، في مناطق هنا مفتوحه، هنا منطقه مفتوحه اسمها ثغر. فالمنطقه دي اسمها الثغور اللي بتخرج الميه اثناء عمليه اسمها عمليه النتح. يعني يا مستر طب ما كده بيخرج الميه اثناء النتح. هقول لك لا، في خلايا جنبه اسمها خلايا حارسه. ادي خليه هنا، خليه حارسه وهنا خليه حارسه، فبنقول عليهم خليتان حارستان بتعمل قفل وفتح للثغور. يبقى بتقفل الثغور وتفتح الثغور. تفتح الثغور، ركز معايا، تفتح لما يكون بيخرج ميه فالثغور تلاقيها مملوءه بالميه. تقفل لما يكون ما فيش ميه، يبقى الثغور كده مقفوله. طيب او لما بيكون ما بيخرجش ميه، يبقى البشرتان طبقه واحده من خلايا برانشيميه تخلو من الكلوروفيل، والخارجيه او الجدر من بره عليها كيوتين ما عدا الايه؟ ما عدا الثغور. طيب النسيج المتوسط في نسيج عمادي ونسيج اسفنجي، دول بيعملوا عمليه البناء الضوئي ودول فيهم بلاستات خضراء مش محتاجهم. طيب عندنا حاجه اسمها نسيج وعائي اللي هو اوعيه الخشب واللحاء. ايه ده اللي لسه واخدهم فوق بالظبط كده. يبقى الخشب الخشب واللحاء. طيب بعد كده انا قلت لك يا صديقي في حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ قلت لك ان انا هاجي هتلاقيني بقول لك حاجات مش عليك، فمش هقف، انا مش هقف عليها. يعني هتلاقيني مش واقف وعمال اعيد وازيد في المعلومه اللي هي ملهاش لازمه. نسيج عماد واسفنج انا محتاجهم في حاجه طول المنهج؟ لا. اقف عليهم ليه؟ مش محتاجهم، شكرا. طيب هنا بقى تركيب الساق مهم جدا بالنسبه لي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا البشره. ايه ده؟ دي خلايا برانشيميه مغطاه بطبقه الكيوتين. لو انت في نبات مثلا وليكن زي البقدونس او الخضره مثلا، فمغطاه بطبقه الكيوتين علشان تعمل ايه؟ منع فقد الماء. فلما اجي اسالك سؤال في ثالثه ثانوي واقول لك الكيوتين وظيفته بتعمل ايه؟ او الدعامه اللي دعمها الكيوتين للنبات هو عمل ايه؟ من ضمن الوظائف بتاعته ان هو منع فقد الميه، منع لي فقد الميه، فحافظ على دعامه موجوده في النبات. هنفهمها ان شاء الله في ثالثه ثانوي. طيب تاني حاجه عندي حاجه اسمها القشره فيها خلايا كولانشيميه، والكولانشيمي يعني فيه بلاستيده خضراء يبقى بيعمل بناء ضوئي. ولو انت لسه فاكر اللي كنت لسه بقول لك الخلايا الكولانشيميه مغلظه بالسليلوز، فبتعمل وظيفه دعاميه بتدعم النبات وتكسبه صلابه ولا قوه. المفروض بتكسبه ايه؟ قوه ماشي ومرونه. ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي.
طيب الخلايا البرانشيميه ايه ده؟ دي مش هي كان عندها مسافات، مش كان في مسافات بينيه؟ فالمسافات البينيه هتخليها تعمل ايه؟ تسمح بعمليه التهويه. جميل. طيب الغلاف النشوي هو طبعا يعني بيخزن النشا، بس انا مش محتاجه. جميل. طيب بعد كده لو انت شايف الرسمه اهيت، ادي البشره، بالبشره من فوق اهيت، البشره من فوق ادي البشره، بعد كده ادي النسيج الكولانشيمي اهوت، بعد كده اللي هو البارانشيمي، بعد كده ادي الغلاف النشوي مش محتاجه. بعد كده هدخل على حاجه اسمها الاسطوانه الوعائيه، اللي فاضل كله عندي الاسطوانه الوعائيه. بتتكون من 4 حاجات، ركز معايا عشان في حاجات مهمه وحاجات انا مش محتاجها اصلا، مش عايزها. اول حاجه عايزها اللي هي البريسايكل. البريسايكل ده هو عباره عن خلايا بارانشيميه، ايه ده؟ بخلايا حيه. والخلايا البارانشيميه انت عارف ان هي خلايا مرنه، بتدي للنبات مرونه، صح. تتبادل مع مجموعات من خلايا ليفيه. عارف انت كلمه خلايا ليفيه دي ايه المقصود بيها؟ ايه بقى المقصود بقى يا مستر؟ في حاجه هناخدها في ثالثه ثانوي، حاجه اسمها الالياف. ركز بقى معايا، الالياف والخلايا الحجريه. الخلايا الحجريه ايه بقى الحاجات دي؟ ده نوع من او الحاجات اللي بتكون يعني او نوع من الخلايا الاسكلرانشيميه اللي هي الميته. ايه ده؟ ثانيه واحده بس يا مستر، مش انت كنت بتقول ان النسيج الاسكلرانشيمي ده هو بيديني صلابه وقوه؟ ايوه. فتخيل انت البريسايكل بيتكون من خلايا برانشيميه تتبادل مع خلايا ليفيه، اذا كده هيقوي لي الساق قوه ويخليها لي قائمه من صلابه وقوه، ماشي كده، ومرنه علشان هي خلايا برانشيميه. فاذا البريسايكل عامل زي الخرزانه، هو صلب وقوي وفي نفس الوقت مرن رايح وجاي. حلو. طيب الاشعه النخاعيه والنخاع انا مش محتاجهم بصراحه، بس تعالى نشوفهم بس كده. طبعا لما نيجي نرسم هنلاقي طبعا هنا كده يعني دي كانها عامله شبه البيتزا كده، ففي المفروض في المنطقه دي كده، هنا المنطقه دي كده اسمها النخاع. اسمها الايه؟ النخاع. ده اللي موجود في المركز بتاع الساق، وهي خلايا برانشيميه. وعندنا بقى اللي بتوصل ما بين هنا وهنا كده، دي اسمها ايه بقى؟ الاشعه النخاعيه. انا مش محتاج ده، انا بس بعرفك المكان بتاعها، الاشعه النخاعيه، وهي برضو خلايا برانشيميه. جميل. طيب بعد كده ندخل بقى على الحزم الوعائيه. ثواني بس كده، الحزم الوعائيه يا مستر انت مش لسه قايلها لي؟ والله العظيم لسه قايلها لك، والله العظيم لسه قايلها لك بالتفصيل. حاجه واحده بس اللي انا محتاجها، ايه هي؟ مش انا كنت لسه بقول لك وظيفتها، وكنت بقول لك مين ما فيهاش انويه ومين فيها انويه والكلام ده كله، وفيها ميتوكوندريا وريبوسومات. طيب حلو. مين الخشب بيعمل ايه؟ بيتكون من ايه؟ الاوعيه، القصيبات. شكل الوعاء لسه قايله لك اهو، وشكل القصيبات لسه قايله لك اهو. ايوه، بس في حته صغيره انا بس محتاجها، خلي بالك. قال لك مات البروتوبلازم فاصبحت انبوبه مجوفه، بس خلي بالك مش كل المناطق. بص كده، بص خلي بالك بقى كده، مش كل المناطق. مش كاتبها لي؟ طب انا كنت عايزه يكتبها لي والله. طيب مش كل المناطق اتقفلت، في مناطق اتفتحت اسمها النقر. النقر دي بقى اللي بيعدي من خلالها الميه، انا محتاجها في ثالثه ثانوي. النقر بيعدي من خلالها الميه. جميل. ايه بقى يا مستر الكامبيوم ده؟ بص يا صديقي، لما نيجي نرسم ده هنلاقيه عامل زي المثلث كده. هنعمل زي المثلث، هتلاقي اللحاء ناحيه الخارج، وهتلاقي الخشب ناحيه الداخل. هتلاقي الخشب ايه؟ ناحيه الداخل. وفي حاجه اسمها الكامبيوم. الكامبيوم ده في النص. ايه اللي بيحصل بقى؟ المفروض الكامبيوم ده هو اللي بيكون اللحاء وهو اللي بيكون الخشب. ازاي؟ هو عباره عن خلايا انشائيه او خلايا ميرستيميه، ماشي كده، بتنقسم فيدينا لحاء ثانوي، يعني لحاء جديد جهه الخارج ناحيه بره، وخشب ثانوي اللي هو جديد جهه الايه؟ جهه الداخل. بس كده يا صديقي، ده كل الموضوع. ده كده انا بالنسبه لي انا كده خلصت لك الجزئيه اللي انا عايزها في مين؟ في التركيبات دي. طيب تركيب الجذر، كان في حاجه اسمها شعيره جذريه. لو انت فاكر يا انا صديقي، ادي الشعيره الجذريه اهيت، ماشي كده. الشعيره الجذريه ديت مالها؟ بيبقى فيها خصائص غرويه، او يعني في حاجات غرويه كده محبه للميه، تشفط الميه. انا عايز الميه يا عم اديني ميه يا عم، فياخد ميه. اشرب ميه يا عم، فيبدا يشرب ميه، يمتص الميه. هي الشعيره الجذريه دي كانت خلايا بارانشيميه، امتداد لطبقه واحده من خلايا بارانشيميه. حلو. بعد الشعيره في حاجه اسمها القشره، او اللي اسمها الخلايا البشره. بعد البشره في حاجه اسمها القشره. القشره. بعد القشره في حاجه اسمها البشره الداخليه. بص انا هقول لك على حاجه، كان في حاجه اسمها في ثالثه ثانوي دعامه فسيولوجيه واتلغت، فكان فيها الكلام ده. طب انا دلوقتي والله ما بقيت عايزها، والله لا بقيت عايز ضغط اسموزي ولا اسموزيه ولا فجوه عصاريه ولا الكلام ده كله، بس يعني لعل ولا عسى، عارف انت اللي هو ايه يعني، اهو حاطينه في عين الاعتبار. بس انا مش محتاجهم صراحه، يعني خلينا متفقين، بس انا هقولهم لك كده وخلاص. يبقى دلوقتي الفكره كلها ان احنا عندنا البشره هي، بعد كده اخر حاجه هنوصل ليها الجذر، اخر حاجه هنوصل ليها عندنا هنا هو الجذر. يبقى دلوقتي هتوصل بالميه لحد الكلام ده، لحد ما توصلها للجذر.
طب كان في حاجه اسمها الضغط الاسموزي والاسموزيه والحاجات دي كلها، انا مش محتاجها، فانا مش هزود لك الفيديو عشان اشرح لك شويه كلام ملوش اي 30 لازمه، والله العظيم هو اتلغى فخلاص. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده بقى؟ اول حاجه او اللي بعد كده اللي انا محتاجه بقى اللي هو الاحساس. صراحه ده اللي انت لازم تركز عليه جدا جدا جدا، اهم من اي حاجه. انا محتاجه بص بكل تفاصيل، بص يعني ما تسيبليش حرف فيه، حرف افهم كل حاجه. اولا كده الاحساس في النبات، ما هو كلمه الاحساس اصلا؟ هو عباره عن استجابه اي كائن حي سواء نبات انسان اي حاجه كاحساس بالمؤثرات الداخليه والخارجيه. هفهمك دلوقتي يعني ايه استجابه تعمل على الحفاظ على حياته. بص يا صديقي، اولا تخيل انت كده قاعد ماشي، فانت قاعد مثلا لقيت اسد جاي عليك، لا تخيل يعني، ما اكيد مفيش انت عايش فين يعني؟ انت عايش في افريقيا، انت عايش في افريقيا صح. بصوا احنا بنقول افريقيا دي على افريقيا اللي هو الناس اللي تحت كينيا وغينيا وغانا والحاجات دي. المهم يعني دلوقتي انت صديقي تخيل مثلا كده انت عايش في المنطقه اللي انت عايش فيها دلوقتي، لقيت اسد داخل عليك، انت هتعمل ايه؟ لقيت تعبان داخل عليك، هتعمل ايه؟ هتطلع تجري ولا تفضل قاعد مكانك؟ لا ثواني بس، الحكمه تقتضي ايوه انت مش هتفكر اصلا، انت هتجري على طول، فانت بتحافظ على حياتك. انا التعبان جاي فانا هطلع اجري كده ليه؟ انا عايز احافظ على حياتي يا عم الحاج، ما يعني ما صبح، ما هو العمر ما فيهوش بعزقه. فالفكره كلها انت بتحاول تستجيب استجابه تحافظ على حياتك. طب انت تعبان هتعمل ايه؟ هروح لدكتور، هاخد علاج عشان اصحى، ما هو اكيد انا مش هفضل تعبان يعني. يبقى انت بتحاول تحافظ على حياتك، يبقى دي استجابه انا تعبان داخليا ماشي كده. مفيش حاجه واحده بس اللي يعني كل حاجه بتتعالج ما عدا حاجه واحده بس. عارف ايه هي؟ يعني كل حاجه داخليه انت ممكن تعالجها ما عدا حاجه واحده بس، ده ماشي. لو تعب خلاص ملوش علاج بقى. اي نعم في ليه علاج والله، يعني انت لو كده فعادي ممكن تعمل عمليه جراحيه، عمليه جراحه قلب وتشيل الشخص ده من جوه عادي جدا يعني. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ استجابه النبات للمس والظلام. ده بقى اول حاجه عندي انا محتاجها، ان انا دلوقتي النبات بيستجيب لي 3 حاجات: اللمس والظلام وحاجه اسمها، ركز بقى معايا ده اللي في ثانيه ثانوي، وحاجه اسمها الانتحاء لو انت واخد بالك. الانتحاء ده اللي هو بيستجيب شويه مؤثرات. يبقى دول 3 حاجات انا لازم ابقى عارفهم. اول حاجه عندي استجابه النبات للمس، ايه بقى؟ عندي نبات مشهور جدا اسمه نبات المستحيه. نبات المستحيه ده هو النبات اللي عمال يستجيب، ان دلوقتي لو انا لمسته فيبدا يستجيب. طب يا مستر هو انا عليا شكله؟ طب ما تيجي نشوف شكله. عليك شكله اهوت. النبات عباره عن، ركز بقى معايا كده، اوراق ريشيه لكل منها محور اولي. ادي الورقه اهيت اهو، محور اولي فينا اهو اسمه انتفاخ اولي ثم محور اولي. بعد كده يحمل في نهايته 4 محاور ثانويه. ادي محور ثانوي، الثاني، الثالث، الرابع، يبقى 4 محاور ثانويه، كل واحد صفين من الوريقات. ادي صف وادي صف، ادي صف ادي صف، ادي صف ادي صف، ادي صف ادي صف، يبقى كل واحد فعلا فيه صفين من الوريقات. يا عم الحاج ركز بقى معايا، ادي النبات اهو بتاع المستحيه وكان زي الفل. بمجرد ما اروح المس، بص ركز بقى معايا كده، شوف ركز بقى معايا هيحصل له ايه هناك. انا لمسته عادي جدا والله ما في حاجه، انا لمسته عادي، لمسته شوف حصل له ايه ده؟ انحنى. ايه انحنى؟ يعني النبات كان يعني كانه كان عايش، كان صاحي، مات، نام. هو استجاب للمس ازاي؟ ان هو فتح يا ورده غمضي يا ورده. يعني انا دلوقتي كنت يا عم الحاج انا كنت زي الفل، كنت صاحي زي الفل، اول ما المسه جريح قال لك خلاص انا السلام عليكم انا مت. انت مش عارف تعمل له حاجه، خلاص هو مات شكرا. بس بمجرد، ركز معايا، بمجرد زوال المؤثر اللي هو اللمس، بمجرد ما تشيل حته اللمس اللي انت لمسها له، ايه اللي هيحصل؟ هيرجع مره ثانيه لحالته الطبيعيه، يعني هيقدر يرجع مره ثانيه للشكل ده. حلو. طيب بعد كده عندنا بقى استجابته للظلام، للضوء والظلام. يعني ضوء في نور، النور مكانه في القلوب، النور موجود اهوت، فخلاص انا صاحي وانا عايش وانا زي الفل بالنهار مفيش مشكله. المشكله كلها امتى؟ لو ما انت مش في نور بقى دلوقتي، لا ده انت مثلا الاول كنت في حاله المفروض يعني في النهار فالوريقات منبسطه بالشكل ده. طب امتى تتقارب بقى وكأن اصابها الذبول مثلا او كأنها نايمه؟ امتى؟ بالليل. يبقى في حاله الليل يبقى حركه نوم، انما في النهار فتنبسط الوريقات يبقى ده حركه يقظه، يبقى هو في حاله اليقظه. جميل. طيب بعد كده لو جينا شفنا الحاجه اللي بعدها، ركز بقى معايا عشان اللي جاي ده انا عامل لك فيه شغل محترم وعليك في ثالثه ثانوي بالنص. في حاجه اسمها الانتحاء. ما هو الانتحاء؟ الانتحاء هو عباره عن انحناء ساق النبات، انحناء ساق النبات او جذر النبات. خلي بالك لو انا جيت رسمت الكلام ده، يعني انا هاجي ارسم ده بالشكل ده دلوقتي، بص
اهوت. فانا بالنسبه لي ادي النبات اهو. النبات يا مستر عباره عن الساق، ادي الساق وادي الجذر اهوت يا مستر. حلو، خلي بالك بقى يا صديقي، يعني ما انا مش عارف هو عامل كده ليه، بس ادي الجذر اهوت يا صديقي اهو زي الفل. خلي بالك الساق او الجذر بيبقى عليه حاجه اسمها القمه الناميه، عليه حاجه اسمها ايه؟ القمه الناميه. عليه حاجه اسمها القمه الناميه. ماشي، مالها بقى القمه الناميه دي؟ بص كده اهي، ادي القمه الناميه. حلو، وادي القمه الناميه. بس خلي بالك بقى كده، انا عايز اقسمها نصين اهو، اقسمها نصين اهو، واهو اقسمها نصين. ركز بقى معايا يا صديقي، النص الاولاني عارف انت حسن لما كان بيقول لك ايه؟ انا قسمتها نصين، النص الاولاني اقسمه نصين. لا انا مش هقسم، خلاص بقى كفايه كده. بس تعالى بس نحط كده حاجه. بص ادي 1 2 3 4 1 2 3 ماشي 4 ماشي 1 2 3 4 1 2 3 4. بص يا صديقي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي هيحصل بمجرد ما تجيب الضوء من هنا اهو، الضوء جاي من هنا كده، الشمس جايه من هنا، الشمس. فايه اللي هيحصل؟ هيحصل بقى، ركز بقى معايا كده اللي هيحصل. بص هنرسم نفس الرسمه بالظبط اهوت، ادي وادي الساق اهيت ماشي كده، وادي الجذر اهوت، وادي ركز بقى معايا، هتلاقي القمه الناميه بالشكل ده عادي جدا زي ما هي. بس في حاجه مفاجاه. ايه بقى المفاجاه اللي حصلت؟ ركز بقى معايا، انا بكره ان يحصل حاجه زي كده. طب انا دلوقتي المفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني ان انا امسح ده كده اهو بالشكل ده. بص يا صديقي اهوت، بص ركز بقى معايا، مش هنا كان 4 وهنا 4؟ لقينا هنا 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان انا كان عندي اكسينات موجوده. خلي بالك النقط ده هي عباره عن الاكسينات، والاكسينات دهيت موجوده في الجانبين عادي جدا، موجوده في الجانب القريب للضوء والجانب البعيد بنسبه كام؟ 50 ل 50 عادي جدا. ده قبل ما يكون فيه اصلا مؤثر، قبل ما يكون فيه ضوء. حلو، ايه اللي حصل؟ الاكسينات من الحاجات اللي بتكره الضوء، فبتكره الضوء يبقى هتروح في الجانب البعيد. صح ركز معايا. فراحت الجانب البعيد اهي، راحت الجانب البعيد. فلما زادت الاكسينات في الجانب البعيد في الساق وزادت في الجانب البعيد في الجذر، ركز معايا بقى ايه اللي هيحصل. زيادتها في الساق بيؤدي الى تنشيط نمو الساق. تنشيط ايه؟ نمو الساق. زيادتها في الجذر بيؤدي الى تثبيط نمو الجذر. ايه ده؟ ايه الكلام ده يا مستر؟ اهو والله العظيم الكلام ده مهم. والله الكلام ده لو انت واخد بالك هتلاقيه موجود في الجدول ده. ايه بقى الجدول ده يا مستر؟ تعالى معايا. انا قلت لك في الساق زياده الاكسينات بينشط الساق، وفي الجذر بيثبط الجذر. وقلت لك ان الضوء او الاكسينات بتكره الضوء. شوف اهو قلته لك كله. فلما تنشط في الساق، فكده الساق هيزداد نموه. يزداد نمو لما الاكسينات تزيد. هنا هيقل نمو الجذر لما الاكسينات يزيد. ازاي الكلام ده؟ تعال نبص كده مع بعض اهو. بص كده هتلاقي الجزء ده بيزداد نمو بالشكل ده كده اهو ناحيه الضوء، وهتلاقي الجزء ده بص كده بيبعد عن الضوء. بص كده بيبعد، لان الجزء القريب، الجزء قصدي البعيد عن الضوء قل النمو بتاعه، والقريب من الضوء زاد النمو بتاعه. ده في الجذر. في الساق لا، الجزء القريب قل النمو بتاعه والبعيد زاد النمو بتاعه. تعرف في الفرق ما بين الاكسينات كان قد ايه؟ كام ولكام؟ هنا 65% وهنا 35% توزيع الاكسينات، 65 ل 35. حلو، خلي بالك بقى معايا. بص يا صديقي اللي بيحصل، بس في حته مهمه قوي 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 مثل عليها في ثالثه ثانوي وفي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. هو مين اللي زاد؟ الساق او النبات ولا القمه الناميه؟ النبات نفسه او الساق نفسه. يعني ايه؟ لو احنا جينا بصينا كده اهوت وعملنا ده بالشكل ده كده اهو ماشي كده، فانا دلوقتي بالنسبه لي ادي القمه الناميه اهي باللون الاسود مثلا اهي، ادي القمه الناميه وادي القمه الناميه. هو مين اللي هيزيد؟ احنا عندنا 4 مناطق. عندنا كام منطقه؟ 4 مناطق. ادي 1 2 3 4. طب يا عم الحاج مش الاكسينات زادت في المنطقه دي؟ ايوه، يبقى اهي هات لي كده اكسينات اهي. هنا اكسينات عاليه في المنطقه دي كده. ايه اللي بيحصل بقى؟ وهنا برضو زادت اهي في المنطقه دي كده اهي، هات لي هنا في المنطقه العاليه. ركز بقى معايا كده، الاكسينات ده اهي بتنزل على النبات كده اهو. طب وديت ما فيها اكسينات اهي بس 2 مثلا، فتنزل هنا كده، فتلاقي هنا 4 وهنا 2، فده يزيد بيزيد بينمو، وده بينمو بس ده نموه اسرع، فتلاقي ده بينمو بمعدل اسرع. يا مستر
مين اللي نما؟ الاكسجينات نزلت اهو، الاكسجينات نزلت هنا ونزلت هنا، فده نما اسرع. فاللي بينمو هو النبات نفسه وليس القمه الناميه، وليس القمه يعني الساق نفسه مش النبات. خلينا نقول كلمه الساق افضل بقى، النبات او كلمه الساق هي الادق. الساق ماشي كده. يبقى دلوقتي الساق هو اللي بينمو. الجذر نفس الكلام برضو، الحته دي اللي بتحصل عنده الجذر. بس خلينا بس نتكلم على حته الساق عشان ده اللي بيسال فيه، ده السؤال اللي بيساله في الاسئله في الكتب الخارجيه. هتلاقيه بيقول لك ايه؟ مين المنطقه اللي بتنمو؟ مين اسرع منطقه في النمو؟ ما تبصش على القمه الناميه، بص على جزء الساق. القمه الناميه انهي واحده فيها عالي في الاكسينات؟ في الساق. انهي واحده فيها عالي في الاكسينات؟ اللي عندها عالي اكسينات، يبقى اللي تحتها هي اكتر منطقه هتنمو. بس شكرا. طيب بعد كده كل ده هو الكلام بتاع الانتحاء الضوئي، هو استجابه النبات لمؤثر خارجي وهو الضوء، فتنتحي او تنحني الاعضاء في اتجاه او بعيدا عنه. طيب الميه، هل الساق بتاثر بالميه؟ لا. طب الجذر بيحب الميه ولا بيكرهه؟ بيحبه، فاذا هيروح له يبقى منتحي مائي موجب. وكده كده الاكسجينات بتحب المين؟ بتحب الميه. نفس الكلام الاكسجينات بتحب اللي هو الارض او الجاذبيه، فتلاقي الجذر رايح ناحيه الارض يبقى رايح ناحيه الجاذبيه، صح. انما هو بيكره مين؟ بيكره الساق، لانه الساق عكس الجاذبيه. بس كده بس كده. كده احنا خلصنا الجزء المهم ده. طيب بعد كده يا صديقي ندخل على حاجه اسمها اساسيات الوراثه. ركز بقى معايا يا صديقي. اولا كده يعني اساسيات الوراثه الفكره كلها في ايه؟ اولا قبل ما ناخد الانقسامات لازم اعرف انواع الخلايا. يعني في حاجه مهمه جدا، ايه هي انواع الخلايا؟ عندي خلايا جسديه وعندي خلايا جنسيه، وفيه نوع انا بس هحطه في النص هنا كده، حاجه اسمها خلايا تناسليه. خلايا ايه؟ تناسليه. بص يا صديقي، اللفظ بتاع الخلايا التناسليه ده مهم جدا عندي. اشمعنى؟ لان هو حلقه الوصل اللي بيربط ما بين الخلايا الجسديه والخلايا الجنسيه. ركز معايا ليه بقى؟ تعالى بص. اللي بيحصل ايه؟ الخلايا الجسديه بتكون خلايا، لو جينا بصينا على عدد الصبغيات، او بمعنى صح يعني المجموعه الصبغيه الاول قبل عدد الصبغيات. المجموعه الصبغيه ماشي كده، المجموعه ديت يعني عدد مجمع في رقم. المجموعه الصبغيه ماشي كده، مالها؟ المجموعه الصبغيه بتكون 2 نون. خلي بالك، مجموعه يعني احنا مجمعينها في النون ده اهو عدده دلوقتي 23 ماشي كده. في الانسان عدده 23، فلما اقول لك مجموعه، فلما اقول لك 2 نون يبقى 2 في المجموعه دي، يبقى هم كام؟ 2 نون. طيب عدد الكروموسومات 46 كروموسوم، لان دي خليه جسديه، خليه بقول عليها خلايا اساسيه. يعني لما اقول لك مثلا دلوقتي جلد، كبد، مثلا طحال، معده، امعاء، بنكرياس، اي حاجه من الحاجات دي اعضاء اساسيه ثابته في جسم الانسان، فدي كده خلايا جسديه. حلو قوي كده. طب خلي بالك بقى، ايه بقى الخلايا التناسليه؟ بص، المفروض الخلايا التناسليه هي من الجسديه. طب ازاي الكلام ده؟ لان انا قلت لك مثلا في الانسان الخصيه ماشي، وقلت لك المبيض مثلا في الانسان، هو مش الحاجات دي اساسيه؟ فهي خلايا جسديه تناسليه. بس الفكره كلها ان الخلايا التناسليه اللي هو النوع ده بس تناسليه، مش الجسديه كلها، لا التناسليه بس هي اللي بتدينا الخلايا الجنسيه، هي اللي بتدينا. يعني الخصيه هتدينا ايه؟ هتدينا الحيوان المنوي، حيوان منوي. حلو. المبيض هيدينا الايه؟ هيدينا البويضه. فدي بقى خلايا جنسيه. فلما اجي اقول لك الخلايا الجنسيه جايه من التناسليه او من الجسديه التناسليه. حلو. طيب الجسديه عموما بشكل عام بتنقسم ازاي؟ الجسديه عموما بتنقسم ميتوزي، ثواني بس، بغرض النمو او التجدد او التئام الجروح والحاجات التالفه، تعويض الانسجه التالفه. يعني مثلا انت جلدك اتعور فبتعملوا انقسام ميتوزي. طب يا مستر ليه بقى عملت انقسام ميتوزي؟ علشان الانقسام الميتوزي بيحصل في الخلايا الجسديه، والخليه بتبقى 2 نون كعدد كمجموعه صبغيه، بيديني خليتين و2 نون برضه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا ايدك دهيت كان فيها 100 خليه، فاتقطع منها 50 خليه، فانا عايز اكونهم، فكل خليه هتكون خليتين، فاصبح ان انت رجعت العدد الاصلي بتاعك. انما بقى خلي بالك بقى، طب يا مستر يبقى شكلها يتغير؟ لا، ده هي 2 نون نفس الايه؟ الصفات الوراثيه، اديتك كل حاجه بالظبط. يعني لو لون جلدك كان ابيض هيفضل ابيض، اكيد مش هيسمر، اكيد مثلا مش هتبقى بشرتك انت بيضه فلما تنقسم فتديك بشره لونها اسود مثلا، ده مش منطقي، مش هيحصل. فيها نفس الصفات الوراثيه اللي كانت موجوده في الخلايا الاساسيه بالظبط. طيب
اهو بص كده بيعمل ثبات في الصفات الوراثيه، ثبات في عدد الكروموسومات اللي هو هيفضل 46 كروموسوم، هيفضل عدد المجموعات الصبغيه 2 نون. ده بستخدمه في النمو والتجدد والتجديد وايه وتعويض الانسجه التالفه. طب التناسليه بقى لا، ما بتنقسمش ميتوسي. طب يا مستر ما هي الجسديه، ما انا قلت لك احنا بنقول ان الجسديه جلد وكبد واعضاء والحاجات دي كلها، خلي دي بقى تناسليه اللي هي الخصيه والمبيض. ولو احنا رحنا للنبات هتلاقيني بقول لك الموتك والمبيض برضه. طيب ركز بقى معايا ايه اللي بيحصل؟ لا ده بينقسم، خلي بالك بقى كده بيحصل في الخلايا التناسليه بينقسم، كانت 2 نون يدينا هنا، كان بيدينا خليتين نفس عدد الصبغيات، لا هنا هيدينا 4 خلايا نصف عدد الصبغيات، انما هنا كان بيدينا 2 خلايا فيهم ايه نفس عدد الايه نفس عدد الصبغيات. حلو. بعد كده ده كده عمل ثبات ولا تنوع؟ هناك عمل ثبات، هنا عمل تنوع في الصفات. هنا كان عدد الكروموسومات بيفضل ثابت 46، هنا هيختزل بدل ما كان يبقى 46 هيبقى 23 كروموسوم. بالمناسبه عدد الكروموسومات دوت ممكن تسمع عنه حد يقول لك 23، صح ممكن. لو قال لك 23 زوج من الكروموسومات، 23 زوج من الكروموسومات. جميل. طيب بعد كده ده بيعمل ايه بقى؟ بنكون بيه الامشاج، بتديني حيوان منوي، بتديني بويضه، ديت نون وديت نون، فبستخدمهم هما الاثنين واجمعهم مع بعض علشان اكون بيهم حاجه اسمها الايه؟ الزيجوت. الزيجوت اللي هو او اللقاح اللي هما 2 نون، يبقى رجع العدد مره ثانيه الى ما كان عليه. حد يقول له يا مستر طب ليه كنت عملت انقسام من الاول؟ يا عم والله انا معاك، يعني انا معاك. انت بتفكر دلوقتي، وطبعا انت خدت الكلام ده في اولى ثانوي بس انا هقوله لك. يا عم انا ما هعتبر نفسي يعني ما. بص انت يا صديقي دلوقتي ولنفترض 2 نون او 46 كروموسوم، واتجوزت واحده 46 كروموسوم، فال 46 مع 46 بقوا 92 و92 فتقريبا 184 تقريبا كده 184 على ما يعني مع دماغ تجمع يعني، او 186 مثلا. طب حط بقى 186 ولا 184 شوف انت بقى تخيل دول كده مع بعض كل مره انت هنجيبوا ناس عملاقه، فده مش منطقي. طيب اعداد الكروموسومات، ركز بقى معايا يا صديقي. بص يا صديقي عدد الكروموسومات في الانسان، انا بتكلم على الانسان، الذكر بيبقى 46 كروموسوم والانثى بتبقى كام؟ بتبقى 46 كروموسوم معايا طبيعي يعني يا مستر. بص يا صديقي افراد النوع الواحد بيبقى لهم نفس عدد الكروموسومات، افراد النوع الواحد بيبقى لهم نفس عدد الايه؟ الكروموسومات. حلو. طيب في حاجه في الكائنات الحيه كلها انا محتاجها في ثالثه ثانوي، يعني محتاج اكون عارف عددها، في حاجه واحده ممكن عارف ايه هي؟ النحله. ركز معايا في الحته اللي جايه دي. النحله عدد الكروموسومات، ركز معايا عشان والله مهم، هتحتاجها في ثالثه ثانوي. النحل الانثى هلاقيها كام؟ 32 كروموسوم. حد هيقول لي بقى يبقى الذكر كام؟ ايوه قول 32. عبيط والله العظيم عبيط. ليه بقى؟ لان هم هتلاقيهم 16 بس، هم 16 كروموسوم. ايه ده 2 نون، الانثى بتبقى 2 نون، الذكر بيبقى نون. ده ايه الكلام ده يا مستر؟ والله يعني ان شاء الله هتشوف الكلام ده في ثالثه ثانوي باذن الله. بس المعلومه دي معلومه مهمه في فصل التكاثر، فلازم تكون كاتبها عندك، احفظها، اعرفها من ضمن الافكار. يعني دي معلومه كده من ضمن الحاجات اللي بتيجي كافكار، وانت لو انت فاكر حليناها في سؤال في كتاب الامتحان في منهج اولى ثانوي. اعمل اكتر من كده ايه؟ يعني بجيب لك ان احنا حليناها قبل كده كمان. طيب الذكر بقى ركز معايا، الذكر بيبقى 44 كروموسومات جسديه ماشي كده، زائد 2 جنسيه، دي كروموسومات ايه؟ جنسيه. يبقى 44 جسدي و2 جنسي، 44 جسدي و2 ايه؟ و2 جنسي. ركز بقى معايا. الذكر مختلف عن الانثى، الذكر بيبقى كروموسوم اكس وكروموسوم واي، اكس بيبقى طويل يعني لو شفناه كطول فاكس طويل وواي قصير. الانثى لا، بيبقوا 2 اكس فهم طويل، الاثنين طوال قد بعض المفروض يعني ماشي كده، الاثنين قد بعض. حلو. خلي بالك بقى كده لما اجي اسالك سؤال واقول لك مين هو صبغ الحياه ومين هو صبغ الجنس او مين هو صبغ الذكوره والانوثه، يعني اللي بيحدد اكتر. لو انت لقيت كروموسوم واي اعرف ان هو ذكر، فمين اللي بيحدد جنس؟ واي. لقيت اكس لقيت واي يبقى مذكر، ما لقيتش واي يبقى مؤنث، خلاص يبقى اكيد اكس. خلينا متفقين. مين بقى بيحدد الحياه؟ هل ينفع الاقي واي زائد 44 او واي زائد 44؟ مستحيل، يبقى ده شخص ميت. الكلام ده اهو لو لقيت واي دي حالات شاذه اصلا،
واي زائد 44 اعرف ان الفرد اهوت هيموت بسبب غياب الكروموسوم اكس. طيب لو انت كان يا مكان فجأة كده صحينا من النوم لقينا ايه؟ يعني ما كنا نايمين عادي جدا، صحينا لقينا الست دي خلفت عيل بدل ما كان يبقى 46 47 45 الله اعلم. طب ال 47 دول ازاي؟ يعني في ايه اللي زود ال 47؟ ايه اللي خلاهم 47؟ هتفرق؟ هتفرق. هتفرق في الحاله. طب ايه اللي خلاهم 45؟ هتفرق؟ هتفرق. تعال نبص بسم الله. لو لقيتهم بص ركز معايا اكس اكس واي زائد 44 يا عم الحاج الجسدي ثابت ما اتغيرش. مين اللي اتغير؟ الجنس. فلو لقيت زياده في عدد الكروموسومات الجنسيه تعال نبص. هو واي ولا اكس؟ لو واي يبقى ده مذكر، يبقى ده حاله كلينفلتر، وهتلاقيني بقول لك عليه ذكر عقيم. هتقول لي يا مستر هو انت ليه قلت عليه مذكر اللي ما قلتش عليه انثى؟ عشان قلت لك لو لقيت واي اعرف انه مذكر، يبقى اللي زاد كروموسوم اكس ذكر عقيم. في بعض الصفات الانثويه علشان في كروموسوم اكس زياده. عرفت ليه بقى هو الاكس هو اللي زياده؟ طب لو اكس اكس يبقى ده تضاعف صبغي او تضاعف جنسي مثلا كده، ضعف زياده في عدد الصبغيات. حلو حلو. طب دي ايه؟ سوبر انثى. بص كده سوبر انثى، ما هو اكس اهوت يبقى انثى بزياده. طيب تعالى في حاجه فيها ثانيه زياده بس مش هقولها لك دلوقتي، هخلص النقص الاول لان ده نقص. بص كده في الجنس برضو يعني ايه؟ الجسد ثابت زي ما هو، لو انت واخد بالك الجسد ثابت فيهم كلهم. هنا اكس زيرو يعني كده بدل ما كان 47 كروموسوم بقى 45 كروموسوم، يبقى ده نقص في عدد الكروموسومات الجنسيه. فدي حاله ترنر لان هي اكس ما فيهاش واي، يبقى دي انثى عقيمه وقصيره وتقريبا لا تصل الى مرحله البلوغ. طب اخر حاجه معايا بقى حاله اسمها حاله داون، ده اللي انا محتاجه. حاله ايه؟ داون. داون ده بقى مذكر او مؤنث. ليه؟ لانه بص يا صديقي ممكن يكون اكس اكس زائد 45 او اكس واي زائد 45. وايه ده؟ ايه ده؟ ده حصل المشكله اللي حصلت كلها حصلت في الكروموسوم الجسدي مش الجنسي. فدي كده زياده في عدد الكروموسومات الجنسيه ولا الجسديه؟ الجسديه. حلو. رقم كام؟ رقم 21. يعني مش احنا عندنا 23 كروموسومات، زوج من الكروموسومات. يعني لما نيجي نبص على الجدول هنلاقي 23 زوج ف1 2 3 4 مش عارف ايه 23 في الاخر هنا كده في 21 اهو 21 دوت هتلاقيه كده اهو. بدل ما المفروض كان يبقى كده هتلاقيه 3 كده، مش 3 ازواج، لا 3 كروموسومات. يعني مش 3 ازواج من مش زوج مثلا، لا دول 3 كروموسومات. قول عليهم كده بدل ما تقول زوج من الكروموسومات هتقول 3 ازواج من الكروموسومات. 3 من الكروموسومات مش 3 ازواج، 3 كروموسوم. طيب بعد كده خلصنا كده اللي احنا محتاجينه من منهج اولى ثانوي الترم الثاني اللي هو كانت الوراثه كلها. انا مش محتاج حاجه ثانيه في الوراثه. حلو حلو. في بقى كروماتين ودي ان اي وحاجات من دي اللي هناخده دلوقتي ما تقلقش. طيب اساسيات التصنيف كلهم متلخصين لك في نص صفحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا حاجه اسمها البدائيات. عندنا حاجه اسمها ايه؟ البدائيات. مالها البدائيات دي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي حاجه اسمها البكتيريا. خلي بالك بقى كده البدائيات ديت بتبقى اوليات نواه. فحد هيسالني سؤال مهم جدا ويقول لي ايه هي اوليات النواه؟ ايه هي اوليات النواه؟ بص يا صديقي انا عندي حاجه اسمها اوليات النواه، وعندي حاجه اسمها حقيقيات النواه. حلو حلو. ايه الفرق ما بينهم؟ لما نيجي نبص هنا هنلاقي الخليه ما عندهاش نواه، الماده الوراثيه عايمه في السيتوبلازم، فدي اسمها منطقه. خلي بالك بقى كده منطقه نوويه، فتلاقي الماده الوراثيه موجوده في منطقه نوويه. منطقه نوويه. انما هنا ادي الخليه اهيت وادي فيها نواه اهي، فتلاقي الماده الوراثيه جوه الايه؟ جواها مثلا كده. طبعا مش بالظبط كده يعني اهو، خليها بالشكل ده كده اهوت اهو. ادي الماده الوراثيه اهيت مالها؟ موجوده فين؟ موجوده جوه النواه. حلو. يبقى دلوقتي دي محاطه بغشاء نووي يفصلها عن السيتوبلازم، دي غير محاطه بغشاء نووي. يبقى الفرق ما بين اوليات النواه الماده الوراثيه في السيتوبلازم غير محاطه بغشاء نووي. الطلائعيات تاني حاجه عندنا، ما احنا عندنا 5 ممالك. الطلائعيات اوليات حيوانيه. لا بالله عليك ما تسال السؤال. في فرق ما بين اوليات النواه والاوليات الحيوانيه. اوليات النواه دي حاجه، وكل اللي جاي كله حقيقيات نواه. كلمه اوليات حيوانيه دي حاجه، ده اسم تاني احنا سميناها اوليات حيوانيه.
يعني الحيوانات اللي هي لسه في الاول، بسم الله الرحمن الرحيم انا هبقى حيوان، يعني كانه هبقى حيوان. فدي اولاد حيوانيه زي الاميبا، زي الباراميسيوم، دول اولاد حيوانيه. بالله عليك ما تحط لي معاهم اليوجلينا. اليوجلينا تبع اليوجلينات، ما احنا عندنا اولاد حيوانيه ويوجلينات. يبقى الاميبا والباراميسيوم دول اولاد حيوانيه. عندنا حاجه اسمها اليوجلينا محتاجها في ثالثه ثانوي، وعندي حاجه اسمها البلازموديوم الملاريا. بلازموديوم الملاريا ده برضه محتاجه في ثالثه ثانوي، مهم جدا عندي. حلو كلام يعني والله بسيط. بعد كده عندنا حاجه اسمها الفطريات، فطر عفن الخبز، فطر عيش الغراب، فطر البنسليوم، فطر الخميره. الحاجات دي كلها ليها تكاثر بطريقه معينه. مثلا تلاقيني بقول لك تكاثر لا جنسي، تكاثر مثلا لا جنسي مثلا بالجراثيم، تكاثر لا جنسي مثلا مش عارف بالتبرعم. طب يا مستر ما تقول لي الكلام ده. لا يا باشا مش هقول لك الكلام ده. الكلام ده بقى انت محتاجه في وقتها، انت مش هتعرفه دلوقتي او مش هتعرف تحفظه دلوقتي، فخليه في وقتها. ليه اقول لك دلوقتي واشغل دماغك بيه؟ طيب عندنا النبات بقى عندنا ايه؟ تعال بص بقى كده. عندنا الطحالب، طبعا عندنا طحالب بنيه وطحالب حمراء، بس انا عايز المثال المهم اللي انا محتاجه. طحالب خضراء زي السبايروجيرا، ودي لها وظيفه، لها تكاثر برضو بطريقه معينه، والكلمات مش محتاجه قوي. بس السبايروجيرا بتلاقيها خضراء وبتلاقيها ايه بالشكل ده كده، خيطيه بالشكل ده كده مثلا. طيب نباتات راقيه زي السراخس، زي معارات البذور او مغطاه البذور. السراخس محتاجها في ثالثه ثانوي زي كزبره البئر وحاجه اسمها الفوييه، الاثنين محتاجهم. معارات البذور زي الصنوبر. مغطاه البذور اللي هي نباتات زهريه، ودي اصلا في درس كامل كده في ثالثه ثانوي اسمه درس النباتات الزهريه، ده في التكاثر، درس كامل ومن اتقل الدروس اللي موجوده في المنهج. تمام، وان شاء الله هيبقى بسيط معانا. يبقى نباتات زهريه زي الفول مثلا والقمح والحاجات دي كلها. طيب بعد كده الحيوان بقى، ركز بقى معايا يا صديقي. الحيوان عندنا حاجه اسمها البر مائيات، يعني بر ميه زي الضفدعه، زي السلمندر. ماشي. الاسماك ممكن تكون غضروفيه عندها غضاريف او عندها عظام. لو عندها غضاريف زي القرش والراي، غضاريف من جوه غضروف، او عظام زي البلطي والبوري. طبعا البلطي والبوري انت عارف ان هو فيه عظام حلو او من جواه. طيب الهيكل كده، هيكل من جوه ولا من بره؟ من جوه، فاقول عليه ان هو هيكل داخلي زي الانسان كده، هيكل داخلي. طب حلو. لما اجي ابص بقى على الثدييات برضو الانسان هيكل داخلي. طب لو جينا بصينا بقى على القشريات زي الجمبري، الهيكل بتاع القشريات هيكلها داخلي ولا خارجي؟ من بره. مفصليات الارجل، عنكبوت بقى، عنكبيات، عقرب، كلها مفاصل ايه؟ من بره. يبقى الحاجات دي كلها من بره. يبقى الهيكل بتاعها خارجي ولا داخلي؟ هيكل خارجي. طيب محتاجه في ثالثه؟ محتاجه في ثالثه بنفس اللفظ اللي انا قلت لك عليه، هيكل خارجي. طيب جميل. بعد كده يا صديقي ركز بقى معايا كده. المفروض ان احنا خلصنا الجزء الجزء ده. تعالى ندخل على الجزء اللي بعده. انا طبعا مش عارف هو ايه اللي حصل، تقريبا هو كله يعني معلق يا صديقي. ماشي، يحمل بس كده وربنا يسهل كده اهو. تعالى كده يا صديقي. اولا التعضي في الكائنات الحيه. بص يا صديقي، انا الصفحتين دول فيهم كلام كتير ملوش لازمه برضو. الصفحتين دول فيهم كلام كتير انا مش محتاجه، بس انا زي ما قلت لك انا هلغي الكلام الكتير اللي ملوش لازمه. انا دلوقتي لو بادئ ككائن حي، الكائن الحي بيتكون من ايه؟ من مجموعه من الاجهزه. يعني انا انسان اهو بتكون من اجهزه، بتكون من ايه مثلا يعني يا مستر؟ جهاز دوري، جهاز هيكلي، جهاز عضلي، جهاز عصبي، جهاز هضمي. الكلام ده الاجهزه دي كلها انا خدتها قبل كده اصلا، او معظمها خدته قبل كده. الجهاز الهضمي مثلا زي الفم والبلعوم والمريء والمعده والى اخره. الحاجات دي كلها اسمها اعضاء. فالجهاز او الجسم بيتكون من اجهزه، والجهاز بيتكون من اعضاء. العضو مثلا وليكن زي المعده، لو جينا رسمناها هنلاقيها بتتكون من انسجه مثلا طلائيه كده، ففيها عندها مثلا نسيج طلائي، في نسيج عضلي للعضلات نفسها بتاعت المعده اللي كنا بنرسمها هنا بالشكل ده كده، صح؟ يبقى في عضلات، يبقى نسيج عضلي، في انسجه عصبيه، في انسجه ضامه زي الدم مثلا والليمف والحاجات دي، النسيج ضام. طيب حلو. النسيج نفسه بقى بيتكون من اصغر حاجه خالص اللي هي اسمها الخليه، اللي هي الوحده البنائيه للكائن الحي. ده اللي احنا عارفينه اصلا من اولى ابتدائي تقريبا، او من الناس الرابعه ابتدائي من وقت ما خدت العلوم. فانت عارف ان الخليه هي الوحده البنائيه للكائن الحي. طب حلو. الخليه بقى نفسها بتتكون من ايه؟ بتتكون من مجموعه من العضيات. يعني لما اجي امسك الخليه هلاقي فيها ميتوكوندريا وبلاستيدا ومش عارف ايه، الحاجات اللي انا خدتها في اول حاجه في الفيديو خالص، او اول حاجه في المحاضره.
العضيات بتتكون من مجموعه من الجزيئات زي مثلا H2O مثلا ميه، فالجزيء بيتكون من ذرات اللي هي الهيدروجين والاكسجين، لان ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب حلو. بعد كده هناخد حاجه اسمها الكربوهيدرات. طيب الكربوهيدرات دي بقى يا مستر انا مش محتاج دي خالص. حد هيقول لي يا مستر طب انت سبتها او كتبتها ليه؟ انا قلت لك كتبتها علشان المعلومه ما تبقاش شكلها او يعني ما نخلش بالمعلومه، بس انا مش محتاجها. طيب هنا بتتكون من ايه؟ سكريات نوعين، بسيطه ومعقده، بسيطه ومعقده، والبسيطه احاديه وثنائيه، البسيطه احاديه وثنائيه. البسيطه بتكون قابله للذوبان في الميه وطعمها حلو ووزنها الجزيئي منخفض، وده كله مش محتاجه قوي. المهم بقى البسيطه انواعها ايه؟ زي مثلا يعني كده الجلوكوز اللي هو بيبقى من 3 ل 6 ذرات كربون، يعني الجلوكوز C6 H12 O6. الفركتوز، الجلاكتوز، الريبوز ده سكر خماسي بيبقى C5 ده محتاجه قوي، H10 O5. وهفهمك الريبوز والديوكسي ريبوز كمان شويه في الار ان اي والدي ان اي. طيب يبقى انا محتاج الجلوكوز واعرف ان هو سكر عنب. الفركتوز سكر الفواكه، فلما اجي اخد في ثالثه ثانوي ركز بقى معايا، هتقول لي ايه وظيفته؟ لما اجي اخد في ثالثه ثانوي واقول لك ان الفركتوز سكر بيعدي الخلايا بدون ما يحتاج انسولين مثلا. فلما اجي اقول لك انت كراجل دلوقتي عندك سكر، تاكل ايه في الاكل كويس عشان ما تبقاش محتاج انسولين كتير؟ كل فواكه. طبعا ما عدا العنب. ليه بقى فواكه؟ سؤال. علشان الفواكه سكر فركتوز، والفركتوز بيعدل انسجه الخلايا او غشاء الخليه بدون الحاجه الى انسولين. يبقى دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لازم ابقى فاهم المعلومه ولا مش فاهمها؟ لازم ابقى فاهم المعلومه. طيب عندنا بقى سكريات ثنائيه بتتكون من 2 من الجزيئات، زي المالتوز 2 جلوكوز، زي السكروز جلوكوز وفركتوز، زي اللاكتوز المفروض جلوكوز وجالاكتوز. طيب حلو. تعالى كده هنا سكر بقى معقد، سكريات معقده انا محتاجهم كلهم، ما بتدوبش في الميه، وزنها الجزيئي الوزن الجزيئي بتاعها مرتفع، ليس لها طعم حلو. زي السلوز، ايه ده؟ السلوز اللي انا كنت واخده ان هو بيدخل في تركيب الخليه النباتيه اللي هو في الجدار بتاعها. زي الجلايكوجين اللي بيخزن او اللي بيخزن السكر في الكبد والعضلات، كبد والعضلات. النشا اللي بتخزن السكر في انسجه النبات، او يعني الجلوكوز بتخزنه جوه انسجه النبات. يبقى دلوقتي يا صديقي لازم تكون عارفهم ولا مش عارفهم؟ لازم تكون عارفهم. طيب بعد كده لو جينا خدنا الصفحه اللي بعدها، تقريبا الصفحه اللي بعدها ما فيهاش حاجه والله. اللايبيدات بتتكون من احماض دهنيه. خلي بالك بقى في السكيما اللي جايه دي، لما اجي اقول لك كلمه دهني او حمض، خدت حاجه اسمها حمض دهني في اللايبيدات، وهتاخد حاجه اسمها حمض اميني في البروتينات، وهتاخد حاجه اسمها احماض نوويه اللي هي الدي ان اي والار ان اي، اللي هي الدي ان اي والار ان اي. حلو حلو، دول الثلاثه احماض اللي انت عايزهم. طيب هتاخد حاجه اسمها مثلا حمض الكربوكسيل، حمض الامين، او مجموعه كربوكسيل ومجموعه امين، بلاش حمض دي خالص. ماشي حلو. طيب انا ده محتاج ايه فيه؟ مش محتاج حاجه من دي خالص، مش محتاج حاجه من دي خالص. مش محتاج ان انا ابقى عارف يعني ايه زيوت ويعني ايه دهون، بس محتاج ان انا ابقى عارف يعني ايه شموع. اهي الشموع دي بقى اللي انا لسه قايلها لك، وكنت بقول لك اللي هو الكيوتين اللي بيغطي اوراق النباتات لتقليل فقد الماء اثناء عمليه النتج. كل ده انا قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلته لك. فلما اجي اقول لك ان الصفحه دي فعلا ما فيهاش اي حاجه تصدقني. الحاجه الثانيه انك تبقى عارف ان الغشاء مش الجدار بقى، الغشاء بيدخل في تركيبه حاجه اسمها الفوسفولايبيدات اللي هي موجوده في الاغشيه بتاعت الخلايا النباتيه والحيوانيه، اللي هي بتعمل ان هي عامله زي ايه بقى؟ الفوسفولايبيدات ده تبقى فيه طبقه محبه للميه وطبقه كارهه للميه. الحته دي بقى مهمه جدا معايا وانا باخد الهرمونات. هقول لك ان في حاجات بتعدي او بتحب الميه وحاجات ما بتحبش الميه، فهتفرق مع طبقه الفوسفولايبيدات. ايوه ايه ده؟ تعالى بقى ركز معايا كده. مشتقه كوليسترول مش عايزه، بس في حاجه اسمها بعض الهرمونات الاسترويدات. ايه ده بقى؟ ما هو انا عايز اقول لك على حاجه يا صديقي، مش كل الهرمونات بروتينيه، مش كل الهرمونات بروتينيه. كان في حته كده في اولى ثانوي كان يقول لك ايه؟ كل الانزيمات بروتينات وليس كل الهرمونات بروتينات. اشمعنى بقى يا مستر؟ علشان في هرمونات دهنيه او اسمها استرويديه. فلما اقول لك استرويديه او دهنيه عادي جدا، دي معلومه عايزها قدام اهي، انا برميها لك لقدام. ماشي كده يا صديقي؟ بس اذا لم تطلب العلم حال الفراغ ندمت وستبقى تدور في فراغ، فإن لم تعتبروا بمن هم في فراغ كنت كمن أبدل العقل بالفراغ يا صديقي. يعني يا صديقي بص هقول لك على حاجة،
تقول لي والله ده انا لسه في شهر 8 والدنيا لسه مشت، يعني ما خدناش حاجه، عايزين الدنيا تمشي كده عشان نبدا نذاكر. شهر 9 ان شاء الله هنبدا نذاكر. اسالك سؤال، طب ما يعني لو انت مثلا يعني دلوقتي هتذاكر ساعتين في اليوم، مثلا هتذاكر ساعتين في اليوم، طب ما تذاكر ساعتين في اليوم وشهر 9 برضه تذاكر ساعتين في اليوم، ماشي كده، وشهر 10 بقى تبدا تذاكر 4 ساعات. انما انت دلوقتي وتيجي في شهر 9 تبدا 4 ساعات، ده انت مستحيل تعملها، عشان نبقى متفقين مع بعض. واللي بيأجل ل9 هيأجل ل10 و11 و12 و1 و2 هتفضل تأجل لحد الاخر. فخلينا متفقين ان انت ما تأجلش. فاضي دلوقتي اقعد ذاكر، ما عندكش حاجه اقعد ذاكر، ما عندكش درس اقعد ذاكر، ايه اللي وراك؟ انت موجود في الحياه دلوقتي في ثالثه ثانوي بالاخص علشان تذاكر بس. انت ما عندكش اي حاجه تانية، ما عندكش، بص يعني مفيش، انا مش لاقي لك حياه غير انك تذاكر. لا تلعب ولا تقول لي بقى انا برفع عن نفسي ولا مش عارف ايه، الكلام ده بعد ما تخلص مذاكره. العب بعد ما اخلص مذاكره، اعمل اللي انا عايزه كله بعد ما اخلص مذاكره. طيب بعد كده الصفحه اللي جايه دي مهمه جدا، او اللي جاي بقى مهم، شغل بقى التقيل المحترم. البروتينات هي عباره عن جزيئات بيولوجيه كبيره الحجم اللي هي بوليمر كبير، تكون من المونيمرات اللي هي الحاجات الصغيره تسمى الاحماض الامينيه. ايه بقى هو الحمض الاميني؟ هو وحده بناء او وحده تركيب كده البروتين. حلو. الاحماض الامينيه يعني مثلا لما تلاقي حمض اهو، حمض اميني زائد حمض زائد حمض، بنكون حاجه اسمها سلسله عديد بيبتايد. يبقى الاحماض كصف ده مثلا كده اسمه عمل سلسله. السلسله دي اللي بتكون البروتين. طب ما تيجي كده ناخد تركيب السلسله دي او الحمض الاميني الواحد، ذره كربون في النص. بس معلش يعني خلينا اكتبها لك هنا كده، ذره كربون في النص ماشي، محاطه باربع حاجات. ايه هما؟ مجموعه القيل وذره هيدروجين، وخلي بالك بقى كده، خلي بالك، تعالى بقى نحط هنا كده ذره كربون في النص، وادي ذره هيدروجين ومجموعه القيل. حلو. تعالى بقى نعمل ايه؟ نحط بقى هنا كده، هنا في مجموعه امين NH2. خلي بالك، شفت انا عملت ال H2 ازاي؟ وزعته. وهنا في مجموعه كربوكسيل C دبل بوند OH. خلي بالك بقى كده، انا عملتهم برضو وزعتهم، هي المفروض كده COOH، ده المفروض بس انا وزعتها. الدبل بوند C مرتبط معاها الاو والاو اتش اهم، وانت كده عارف بقى شغل ان هو بيرتبط برابطتين، الاكسجين بيرتبط باثنين والكلام ده. حلو. خلي بالك بقى كده ايه اللي بيحصل. انا دلوقتي معايا حمض اهو، طبعا في هنا مجموعه امين اهوت NH2، وهنا في مجموعه كربوكسيل COOH. خلي بالك بس من حاجه، خليت السي او اتش ناحيه هناك ناحيه اليمين، فهتخلي المجموعه اهو سي او اتش ناحيه اليمين. يعني ايه؟ يعني لازم تحط لي، بص كده، واحده كربوكسيل واحده امين، واحده كربوكسيل واحده امين. طب بدات بالامين يبقى واحده امين واحده كربوكسيل، واحده امين واحده كربوكسيل، واحده امين واحده كربوكسيل اهو، واحده امين يبقى من الطرف الثاني كربوكسيل، يبقى هنا نفس، بص امين يبقى امين، كربوكسيل يبقى كربوكسيل. ما ينفعش هنا يبقى كربوكسيل وهنا كربوكسيل، ما ينفعش، هتربطهم ازاي ببعض؟ ما ينفعش. طيب بعد كده لو جينا اتكلمنا على الجزء اللي بعده اللي هو ايه بقى؟ ازاي بيرتبطوا مع بعض؟ بيرتبطوا مع بعض بحاجه اسمها رابطه بابتدائيه. ازاي الكلام ده؟ بص يا صديقي، بنعمل حاجه اسمها تفاعل نزع الميه. شايف انت دول؟ اللي هم دول كده، لو انت واخد بالك كده هتلاقيهم H2O. ايوه، بننزع الميه بقى، بننزع الجزء ده. لو انت واخد بالك ان هنا اصبح في رابطه فاضيه واصبح هنا في رابطه فاضيه، فالراجل عمال يقول يا عم الحاج انا بقيت رابطه فاضيه وانا بقيت رابطه فاضيه. طب نعمل ايه؟ اتنين اصحاب قاعدين جنب بعض، ده كان مرتبط ودي كانت مرتبطه، هو حرام بس ده كان مرتبط ودي كانت مرتبطه، فركش، هي فركشت، قاعدين باصين لبعض بقى كده. فكر في ان انا بفكر ايه؟ نعمل ايه؟ نرتبط مع بعض. فاصبح هما الاثنين، بص كده، عملوا رابطه هما الاثنين مع بعض. الرابطه دي اسمها رابطه بيبتيديه. رابطه ايه؟ بيبتيديه. يبقى دي الفكره كلها، ان انا دلوقتي عملت هنا اهو سالب H2O، يعني ايه؟ نزعت جزيء ميه. يبقى بين كل اثنين حمض اميني انا نزعت جزيء ميه. طب لو بقوا 3 احماض امينيه، هنزع من هنا واحده وهنزع من هنا واحده، يبقوا نزعت 2. بمعنى صح، شوف عدد الاحماض الامينيه نقص منهم 1 كده، ده عدد جزيئات الميه المنزوعه. حلو. ودي نفس عدد الروابط البيبتيديه اللي انت كونتها. حلو. طيب الاهميه بيعمل ايه؟
بيدخل في تركيب الانزيمات والهرمونات، بس مش كلها، الكثير منها. انا قلت لك في هرمونات دهنيه فوق. طيب تركيب وبناء الخلايا، مش كان في حاجه اسمها بروتينات مرتبطه موجوده في غشاء الخليه، اللي هي كانت البروتينات المرتبطه اللي هي كانت مطموره بين جزيئات الفوسفولايبيدات. حلو، ضروريه لنمو الجسم بتاع الانسان او الكائن الحي بشكل عام، برضه يعني كائن بشكل عام، لانها موجوده في اوراق وبذور النباتات، موجوده في بلازما الدم، ودي مهمه بالنسبه لي. عندك بروتينات بقى مرتبطه، يعني مثلا هو حمض اميني وحطيت عليه احماض نوويه كون حاجه اسمها الكروماتين، اهو ده مهم بالنسبه لي. لو انت واخد بالك، وده سؤال مهم، الحمض الاميني بيتكون من ايه؟ كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين. كربون، هيدروجين، اكسجين، نيتروجين. فتخيل انت حطيت عليه حاجه حمض نووي، الحمض النووي ده يعني فيه كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفور، فحطيت عليه فوسفور، اصبح كده ان انت كونت الكروماتين. طب الكازين ده بروتين، اللي هو بروتين بتاع اللبن، ماشي كده، حطيت عليه فوسفور اهو بالشكل ده كده، فانت كده كونت الكازين، بس انا مش محتاج الكازين صراحه. طيب الثايروكسين، لا ده انا محتاجه، ده هرمون اصلا، ده هرمون وهاخده في ثالثه ثانوي ان شاء الله. ده انت حطيت عليه اليود، وعلى فكره اليود كعنصر مهم جدا لانه هيفرق معانا، لانه لو زاد اليود هيأثر على الهرمون، لو قل اليود هيأثر على الهرمون. يبقى الفكره كلها ان اليود عنصر مهم جدا. فلما اجي اقول لك ان عنصر اليود هل هو عنصر مهم في الهرمون ده او في التأثير على جسم الانسان؟ هو مهم. لو زاد هيعمل امراض معينه او اعراض مرضيه معينه، طب لو قل هيعمل اعراض مرضيه معينه. جميل. بعد كده عندنا حاجه اسمها الهيموجلوبين، يبقى انت عندك الهيموجلوبين ده احماض امينيه، زودنا حديد Fe، فده كده كون لك الهيموجلوبين. جميل جدا جدا جدا. يبقى ده كده فكره مين؟ الفكره بتاعه البروتينات. طيب تعالى يا صديقي نتكلم على حاجه اسمها الاحماض النوويه. مالها بقى الاحماض النوويه؟ اولا كده الاحماض النوويه يا صديقي، يعني انا مش لاقي لها قلم، اعتقد ان القلم الاخضر ده افضلهم دلوقتي. بص يا صديقي، الدي ان ايه والار ان ايه الاثنين بيتكونوا من حاجه اسمها النيوكليوتيد. ركز معايا، النيوكليوتيد في الحالتين بتتكون من سكر خماسي الكربون، وبتتكون من حاجه اسمها مجموعه الفوسفات، وبتتكون من حاجه اسمها قاعده نيتروجينيه. بس خلي بالك بقى، السكر خماسي الكربون دهوت بيفرق ما بين الدي ان ايه والار ان ايه. ليه بقى؟ لان هنا C5H10O4، يعني دي اوكسريبوز منقوص او منزوع ذره اكسجين، انما هنا سكر ريبوز عادي فيه O5، يبقى C5H10O5 ما فيهوش نقص الاكسجين. طب هوريك مكان نقص الاكسجين دلوقتي تحت لما ننزل في الصفحه اللي بعدها. بس المهم يعني ان الفرق ما بينهم هما الاثنين، ان ده دي اوكسريبوز، ده ريبوز، ده في نوع السكر. طب في القاعده النيتروجينيه، بص بقى كده، هنا فيها ادينين وجوانين وسيتوزين، وهنا فيها ادينين وجوانين وسيتوزين، بس الاختلاف ان دي فيها صيمين، هنا بدل الصيمين حاطين حاجه اسمها يوراسيل. يبقى الفكره كلها في نوع السكر في القاعده النيتروجينيه، هنا ادينين جوانين سيتوزين، هنا ادينين جوانين سيتوزين، هنا في ثايمين في الدي ان ايه، هنا في يوراسيل في الار ان ايه. حلو حلو. بعد كده بقى تعالى بص على عدد الاشرطه، هنلاقي الاشرطه هنا ايه ده شريط مزدوج اهو قدامك اهو. هنا هتلاقيه شريط مفرد وقد يزدوج في بعض الاحيان. لما نيجي في ثالثه ثانوي واحنا في المنهج ان شاء الله هتلاقيني بقول لك ان التي ار ان ايه ده اهو فيه ازدواج، هتلاقيني برسمه لك بالشكل ده كده اصلا. كده في ازدواج ولا ما فيهوش ازدواج؟ في ازدواج اهو فيه ازدواج ولا لا؟ في ازدواج فعلا، يبقى هو قد يزدوج في بعض الحاجات. حلو. طيب موجود فين بقى؟ هتلاقي الدي ان ايه في النواه عادي جدا، انما بص انا باخد الدي ان ايه اهو اللي في النواه، ماشي، بعمله عمليه نسخ واوديه بعد كده للسيتوبلازم. يبقى انا بيبقى موجود في النواه، باخده من النواه بعمله عمليه نسخ، بعد كده انقله للسيتوبلازم. ليه؟ عشان اعمله عمليه ترجمه. ليه؟ علشان اكون البروتين. يبقى انا بعمل له ترجمه علشان اكون به البروتين. طيب انما الدي ان ايه بيحمل المعلومات الوراثيه عادي جدا. طب سؤال واحد بس، مش انا كنت لسه بقول لك في تي ار ان ايه، ده في ار ان ايه، في ام ار ان ايه، يبقى انواعهم 3. انما الدي ان ايه هو نوع واحد جدا مش هيتغير، هو نوع واحد بس مش هيتغير، خلاص هيتغير ليه بقى؟ طيب ثابت بشكل واضح لا يتحلل، ما بيحصلوش تحلل، ما ينفعش، انما ده بيتم هدمه واعاده بنائه بشكل مستمر. طيب في حاجه اسمها تركيب النيوكليوتيد اللي كانت لسه كنا واخدينها فوق او كنا لسه باصين عليها فوق. اولا كده ادي السكر الخماسي اهوت
اكسجينه. ذره الكربون رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5. ذره الكربون رقم 1 مرتبطه بالقاعده النيتروجينيه. ذره الكربون رقم 2 هي اللي بتحدد نوع السكر، هل هو دي ان ايه ولا ار ان ايه، او نوع النيوكليوتيده سكر، يعني النيوكليوتيده بتاعت دي ان ايه ولا كانت ار ان ايه. ازاي؟ لو لقيت اتش و او اتش اعرف ان هو فيه اكسجينه. لو لقيت فيه اكسجين او لقيت فيه او اتشايه في الاثنين اعرف ان ده كده ده رايبوز. طب لو لقيته اتش اتش اعرف انه كده منقوص الاكسجين، يبقى ده كده سكر دي اوكس رايبوز. جميل. ذره الكربون رقم 3 مهمه هنستخدمها في الارتباط مع النيوكليوتيده اللي بعدها. يعني لما ارسم النيوكليوتيده اللي بعدها اهوت وادي مجموعه الفوسفات. بص ذره الكربون رقم 3 بترتبط مع مجموعه الفوسفات في النيوكليوتيده التاليه. رقم 5 النيوكليوتيده رقم 5 هي سكر الكربون رقم 5، كربون رقم 4 مرتبطه بالكربون رقم 5، ورقم 5 مرتبطه بمجموعه الفوسفات. اذا كده في سؤال يطرح نفسه. السؤال ده مهم جدا، انا هساله لك وهسكت. ومجموعه الفوسفات ممكن ترتبط بذره الكربون رقم كام؟ وايه دليلك؟ مجموعه الفوسفات ممكن ترتبط بذره الكربون رقم كام؟ وايه دليلك؟ ده سؤال. السؤال ده جاوبه لي في الكومنتات. هختار ناس عشوائيه من الكومنتات. هيكسبوا ايه مش عارف، بس هم هيكسبوا وخلاص. يكسبوا اي حاجه. طيب في سؤال تاني. القواعد النيتروجينيه والنيوكليوتيدات. فلو انا قلت لك كم عدد النيوكليوتيدات المتشابهه بين الدي ان ايه والار ان ايه؟ كم عدد القواعد النيتروجينيه المتشابهه بين الدي ان ايه والار ان ايه؟ كم عدد انواع القواعد النيتروجينيه؟ كم عدد انواع النيوكليوتيدات؟ 4 اسئله كمان اهم. فكر وجاوب. اتمنى يعني انك تكون مجمع الاسئله دي كلها، حاول تجاوبهم لي بقى. طيب بعد كده يا صديقي عندنا حاجه اسمها الكروماتين. ما هو الكروماتين؟ هو عباره عن دي ان ايه مكثف ملفوف حول مين؟ حول البروتينات. يعني ادي الدي ان ايه اهوت، ادي الدي ان اهوت، لا ادي قصدي البروتين اهوت، مش كده؟ لفينا حوالين مين؟ لفينا حوالين الدي ان ايه، فده كده اسمه اصبح كروماتين. يبقى دي ان ايه مكثف كثفناه. طيب ما هو الكروموسوم؟ اهو وعباره عن الكروماتيد اللي هو الكروماتيد، خطين، ادي الخيط الاولاني اهوت وادي الخيط الثاني اهوت، ده الكروموسوم ثنائي الكروماتيد. ده كروماتيد رقم 1 وده كروماتيد رقم 2. حلو. طيب ايه اللي بيحصل في النص؟ في منطقه اسمها منطقه السنترومير. طيب طبعا هو عباره عن دي ان ايه بروتين يستخدم لتكثيف الدي ان ايه. طيب بعد كده لو انت واخد بالك برضو هنا الرابطه اللي بتربط القاعده ده اهي الربط ده اهي والربط 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 ده اهي. كل الروابط اللي موجوده في السكر الخماسي او في النيوكليوتيد كلها تساهميه. كل الروابط اللي موجوده في الحمض الاميني كلها تساهميه ما عدا الرابطه اللي بتربط ما بين الحمضين مع بعض. الرابطه اللي بتربط الحمض الاميني مع الحمض الاميني دي رابطه ابتدائيه. سؤال، حد يسالني سؤال ويقول لي مستر هو انت قصدك ان البروتينات كلها فيها النوعين دول يعني بابتدائيه وتساهميه؟ هقول لك لا، انا ما قلتش كده. لسه في حاجات اعمق من كده. يعني في 4 انواع من الروابط موجوده في البروتين. لما تكبر شويه كده هتعرف الكلام ده. طيب لو انت فاكر لسه واخدين القاعده النيتروجينيه اللي كان فيها ادينين، كان فيها جوانين، كان فيها سيتوزين، كان فيها صيمين، كان فيها يوراسيل. بنقسمها لنوعين، يا اما حلقتين يا اما حلقه واحده. لو حلقتين يبقى اسمها بيورينات، جايه من كلمه بيور نقي. انا بفسرها كده، بيور نقي يبقى حلقتين، بيرميدينات لا كلمه عاديه خلاص، ما هو بيور يبقى حلقتين. مين بقى؟ الادينين والجوانين دول حلقتين. طب الشكل ده علينا حفظ؟ لا. طيب البيرميدينات 3 حاجات، صيمين، سيتوزين، يوراسيل. صيمين ده دي ان ايه، يوراسيل ده ار ان ايه، سيتوزين ده مشترك ما بين الدي ان ايه والار ان ايه عادي جدا. طيب اهو ونفس الحاجه اهيت موجوده يا صديقي. حلو اهو بص، لو لقيت او اتش يبقى 5 اهيت يبقى ده ار ان ايه، لو لقيتها اتش يبقى ده 4 اهيت يبقى ده دي ان ايه. جميل. طيب بعد كده هندخل على حاجه اسمها الانسجه الحيوانيه. ركز بقى معايا يا صديقي علشان اللي جاي مهم. بس في حاجه، يعني في حاجه حابب ان انا اقولها لك كده دلوقتي. يعني انت داخل على ثالثه ثانوي
وسنه مهمه، فانت ما بين نارين. وطبعا انا عارف الطلبه اللي هي بتبقى محتاجه بقى يعني ايه تسمع فيديوهات نصايح كتيره جدا 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 من غير اي حاجه. فانا بحذرك من انك تقع في الفخ ده. يعني انا مش من المدرسين اللي هتقعد تقول لك ذاكر اعمل كذا 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 كذا. انا مش عايز اقول نصايح، بس لو قلت حاجه هقول حاجه واقعيه، وهقول لك وهتلاقيني بقول لك كده في وشك، بقول لك اهو انت لو ما عملتش كذا فانت بتهزر. ما تجيش تقعد تقول كذا 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 وعايز في الاخر تستفاد. لا ده مش هيحصل. يعني ما تسمعش كتير يا عم، اشتغل يا عم. انت كده عارف انت اللي يقول لك ايه، مش عشان انا لبست بدله فانا مش عارف منين، فانا اصلا من عبد. انت ما تقعدش تعمل لي بالشوكه والسكينه وازاي اعمل مش عارف جدول عشان الم بيه مش عارف المتراكم وانت لسه راكمت حاجه. ما تبدا من اول السنه يا عم. اصل انا ماليش نفس ان انا ابدا مش عارف ايه، اصل انا اتاخرت في ان انا احجز الماده فانا مش عارف راكمت مش عارف. ما تبدا اي حاجه، اسمع يوتيوب، اسمع من اي حته اي مكان. الناس كلها منزله الشرح كله على القنوات كلها، كل المدرسين منزلين شرح على كل القنوات بتاعتهم، شرح جديد اصل ده شرح قديم، هو نفس المنهج، هو المنهج اتغير. تقول لي ما هو اصل اتغير اتعدل السنه اللي فاتت، ما هو المدرسين نزلوا فيديوهات جديده بالتعديل. فما تجيش تعمل حجه ان هو المفروض اصل مش عارف حصل 1 2 3 حصل كذا. ما تقعدش تسكرول ليه على التليفون كده 24 ساعه وعمال تسمع نصايح ازاي مش عارف تعمل كذا. سيف 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 وما تسمعوش اصلا، انت بتعمل سيف وخلاص. التيك توك بقى عمال تسكرول وعمال تعمل سيف للفيديو ده سيف للفيديو ده سيف للفيديو ده وما استفدتش اي حاجه. فنصيحه مني، نصيحه من حد اكبر منك، اشتغل. نصيحه من حد اكبر منك، اشتغل. ما تقفش، ما تقعدش تقول انا هعمل كذا عشان الم كذا. انزل اشتغل الاول، وبعد ما تشتغل فتره ابدا اعمل عشان تشوف انت ناقصك ايه. دي نصيحه السنه كلها. ما تجيش في يوم تقول انا هعمل جدول الم بيه المتراكم، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان انا بلم المتراكم اهو، بلم اي حاجه. لم اي اللي يجي قدامك لمه. عارف بيقول لك ايه؟ بص زي ما بتقعد كده واي حاجه بتتحط لك على السفره عشان تاكل، بتاكل صح؟ اهو نفس الحاجه. الكتاب اللي قدامك على المكتب افتح وذاكر. ما تقوليش اصل ده مش عارف كذا اصل ده مش عارف كذا. الحاجه الوحيده اللي تخليك تختار ان انا عندي الدرس ده الاول او الدرس ده بكره فلازم اذاكره، ماشي. غير كده ما تقعدش بقى تشغل عشوائي 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 اللي هو او بمعنى صح انا عايز ابقى ماشي بنظام. مفيش حاجه كده. الاوائل كانوا بيراكموا، واسال شوف الفيديوهات بتاعته تلاقيه بيقول لك انا كنت براكم عادي جدا. الاوائل كانوا بيناموا كتير، مش ما كانوش بيناموا عادي جدا. الناس بتنام نوم عادي طبيعي جدا. مش انا بسهر عشان اذاكر. الناس الاوائل دي كانت بتعمل ايه؟ الاوائل ما كانوش بيذاكروا 500,000 ساعه، في ناس كانت بتذاكر وجابت وفي ناس كانت بتذاكر قليل وجابت، فعلى حسب طريقه تفكيرك انت. فما تعملش ده وما تعملش ده وانت غير زميلك، وما تقارنش نفسك بزميلك. زميلك يقول لك انا باخد عن ده وافهم من ده، كل واحد مختلف. دايما حاول تخليك التفكير بتاعك مختلف عن زمايلك. انت مالكش دعوه بحد، امشي في طريقك خط مستقيم، محدش يوقفك، لا مدرس ولا زميلك. المدرس نفسه ما يوقفكش. بس اديني بقول لك اهو، انت دور على مصلحتك، شوف مصلحتك مع مين. مش لازم المشهور، مش لازم اللي مش معروف خالص. ممكن المشهور يبقى مفيد ليك انت، ممكن اللي مش معروف خالص يبقى مفيد لزميلك. خلينا نتكلم بصراحه، انا هتلاقيني بقول لك كل الاراء عشان نبقى متفقين مع بعض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد حاجه اسمها الانسجه الحيوانيه. الصف ده او الانسجه، اول حاجه اسمها انسجه طلائيه. طبعا احنا عندنا 4 حاجات. اول حاجه نسيج طلائي، ثاني حاجه نسيج ضام، ثالث حاجه نسيج عضلي، رابع حاجه نسيج عصبي. رابع حاجه نسيج ايه؟ نسيج عصبي. خلي بالك الانسجه الطلائيه يعني هي بتكون خلايا متلاصقه والماده الخلاليه بتكون قليله. انا مش محتاج الكلام ده كله. اهم حاجه ان انت مثلا تروح للمعده من جوه كده، بتطلعها من جوه، يبقى بتغطي حاجه، بتبطن حاجه. فلما اجي اقول لك انا مش عايز الحرشوفي بسيط، مش عايز المكعبي، مش عارف ايه، مش عايز العمادي، مش عايز الكلام ده انا خالص. انا عايز اعرف مين. تلاقي بطانه الشعيرات، الشعيرات من جوه فعلا مبطنه، يبقى طبقه طلائي، نسيج طلائي. الحويصلات الهوائيه مبطنه، يبقى نسيج طلائي. الانيبيبات الكليه يبقى مبطنه، يبقى نسيج طلائي. بطانه المعده مبطنه، يبقى نسيج طلائي. الامعاء مبطنه، يبقى نسيج طلائي عادي جدا. طيب حرشفي مصفف، بشره الجلد، نسيج طلائي. يعني انا الفكره كلها بس في ده، مش عايز ده. المهم ان هي نسيج طلائي، اللي بيبطنها من جوه كله هو نسيج طلائي.
بس يبقى اول ما نسمع ده اعرف النسيج طلائي. حلو. بعد كده تعالى بقى ندخل على النسيج الضام. ده بقى اللي هتلاقيه كتير جدا. يقول لك ايه، هتاخد حاجه في ثالثه ثانوي وكده في الاول خالص تلاقيه يقول لك ايه، حاجه اسمها الاربطه، حاجه اسمها الغضاريف، حاجه اسمها الاوتار. تلاقيه بيقول لك ايه، نسيج ضام. يعني ايه نسيج ضام؟ نسيج ضام ده هو عباره عن خلايا متباعده وفي ماده خلويه، ماده بين الخلايا، ممكن تكون سائله او ممكن تكون صلبه او ممكن تكون شبه صلبه، صلبه او شبه صلبه. الضام الاصيل بتبقى شبه صلبه، زي حاجه مثلا اسمها الادمه بتاعت الجلد، مثلا الادمه بتاعت الجلد او تحت بشره الجلد تلاقيها شبه صلبه، هي مش صلبه ومش سائله. سائله زي الدم والليمف، تعالى كده، سائله زي نسيج ضام وعائي زي الدم والليمف، ده اللي انا محتاجه. طب صلبه زي مين؟ زي لو حاجه فيها كالسيوم زي العظام او الغضاريف، بس على فكره الغضاريف ما فيهاش كالسيوم، بس يعني يعتبر قويه، يعني مش سايله ولا حاجه مثلا. طيب في حاجه كان اسمها المسارقه بس انا مش محتاجها، يعني مسارقه وتحت بشره الجلد المفروض ده. طيب مسارقه ده غشاء كان بيربط بين التواءات الامعاء الدقيقه بس انا مش محتاجه. الحته دي محتاجها جدا جدا جدا، الانسجه العضليه. الانسجه العضليه دي انسجه لها القدره على الانقباض والانبساط، عندي منها 3 انواع، يا اما هيكليه يا اما قلبيه يا اما ملساء. تعالى بص نعمل كده مقارنه على السريع. تعالى نعمل مقارنه على السريع. لو جينا بصينا اهوت، ادي النسيج اهوت، ماشي، بنعمل مثلا ما بين اللي هو التخطيط والاراده، ماشي، وعندنا دلوقتي طبعا اللي هي العضليه، هي قصدي اللي هي الايه، النسيج الهيكلي، هيكليه والقلبيه والملساء. بص بقى كده يا صديقي، هتلاقي القلبيه او الهيكليه مخططه واراديه. القلبيه مخططه بس مش اراديه، انت ما بتتحكمش فيها. طيب الملساء هي لا مخططه ولا اراديه. حلو كده، 2 صح 2 غلط، واحده صح واحده غلط. تعال نبص بقى على الاشكال بتاعتهم. لو احنا جينا بصينا هنا كده هنلاقي بص الملساء عامله ازاي، هي مش مخططه، عامله زي حبات الرز البسمتي كده مثلا. يعني عارف انت النسيج الطلائي، هل الطلائي ده بينقبض وينبسط وانت بتتحكم فيه؟ لا. يبقى النسيج الطلائي اي حاجه فيها طلائي اعرف ان هو نسيج عضلات ملساء. امعاء دقيقه بقى، بطانه الامعاء قصدي من جوه، اوعيه دمويه، مثانه بوليه، قناه هضميه بشكل عام كلها بقى، كلها، ما هي الامعاء بالمعده بالحاجات دي كلها من جوه انت ما بتتحكمش فيها. طيب بعد كده الهيكليه والقلبيه، ركز معايا، دي مخططه، شايف عامله ازاي اهي كده، مخططه كده، انما دي مخططه متميزه، بقول عليها متفرعه. يعني بص بتلاقيها كده اهي، اهو ايه اللي حصل اهي مثلا اهيت، وتلاقيها بص اتفرعت كده، هتلاقيها اتفرعت كده، ايه ده بقى؟ ده التفرع. حلو، يبقى هي بقت متفرعه بالشكل ده اهو، وتلاقي فيها اقراص بينيه، فيها ايه؟ اقراص بينيه اهي، تحتوي على اقراص بينيه تربط ما بين الالياف العضليه. يبقى دي حاجات مهمه جدا جدا جدا، وانت بتبص عليها لازم تكون واخد بالك الفرق ما بين العضلات دي والعضلات دي. في حاجه اسمها الجذع ده اللي هو منطقه الصدر، منطقه البطن ومنطقه الحوض، دي العضلات اللي موجوده فيها، منطقه الصدر ومنطقه البطن ومنطقه الحوض. حلو. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها الخليه او النسيج العصبي. الجهاز العصبي عموما هو فيه جهاز مركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي، وطرفي اللي هو الاعصاب الطرفيه مخيه وشوكيه. النسيج العصبي بيتكون من حاجه اسمها الخلايا اللي هي العصبيه دي، اللي هي وحده البناء، اللي هي بتعمل ايه؟ بتستقبل، انا دلوقتي المخ والحبل الشوكي، فانا اتلسعت، عضو الاستقبال استقبل ودى للمخ والحبل الشوكي، المخ مثلا. بعد كده المخ بيبدا يستجيب بقى، فبيبدا يدي اللي هو ايه؟ الاوامر بقى، فيدي الاوامر لعضو الاستجابه، فتلاقي انا دلوقتي بتلسع اهو، فتلاقي بص مودي الاوامر لمين؟ للعضله دي، فالعضله دي ترجع لورا كده، يبقى ده عضو الاستجابه، يبقى ده عضو الاستقبال وعضو الايه؟ عضو الاستجابه. حلو جدا. وادي شكل الخلايا العصبيه قدامنا اهو. طيب بعد كده عندنا الجهاز الدوري. ماله بقى الجهاز الدوري؟ الجهاز الدوري ده انا جايب لك الخلاصه. انا عايز اعرف ان في حاجه اسمها كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، في حاجه اسمها صفائح دمويه، في حاجه اسمها بلازما. كرات الدم الحمراء بتنقل لك الاكسجين وبتنقل لك ثاني اكسيد الكربون، ولو حصل نقص فيها، نقص الكرات الدم، ماشي، ايه اللي بيحصل بقى؟ تلاقيه مصاب بالانيميا. مش بس كده، هي حتى مش راضيه تتكتب، يعني تخيل انيميا، ماشي، وكمان مش هيعرف ينقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بكفاءه عاليه، يبقى هيقل نقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. حلو. كرات الدم البيضاء محاربه العدوى والميكروبات. طب لو هو قل بقى كده ايه اللي هيحصل؟
عدم نقلهم مثلا، او عدم قصد المحاربه، او بمعنى صح هيقل الجهاز المناعي، هيصاب الانسان بمرض بكل سهوله لان مفيش جهاز مناعي. الصفائح الدمويه بتساعد في تجلط الدم، بتكون الجلطه الدمويه، انما لو قلت هيحصل سيوله في الدم. طيب البلازما بتتكون من 90% ميه، 7% بروتينات، ماشي كده. طيب عندنا املاح، عندنا فضلات، املاح 1%، 2% فضلات واجسام مضاده. مهمه جدا الاجسام المضاده. البروتينات مثلا زي شويه بروتينات بقى محتاجينها، او حاجات هناخدها بقى ان شاء الله في يعني في المنهج بشكل عام، زي حاجات هناخدها في المناعه ان شاء الله يعني. طيب لان ده اكتر حاجه مختصه بيها المناعه، على فكره الصفحه دي كلها اهم حاجه ليها هي الفصل المناعه. طيب عندنا حاجه بقى اسمها الجهاز الليمفاوي، او بنقول بقى عليه ده بقى اهو الجهاز المناعي. فده الجهاز الليمفاوي او الجهاز المناعي اللي انا هاخده في ثالثه ثانوي ان شاء الله، اللي بينتج الاجسام المضاده. ومن ضمن الاعضاء بتاعته حاجه اسمها الطحال. اعضاء الجهاز الليمفاوي حاجه اسمها الطحال. الطحال ده مهم جدا. عندنا اللوز دي من ضمن الاعضاء بتاعت اللي هي اللوز، المفروض تبقى موجوده كده من خلف من هنا، انا عشان شايلها بقى فيعني بص متشاله يعني من وانا عيل صغير. طيب بعد كده ده شكل الجهاز اهوت. في حاجه بقى خلي بالك بقى كده، الجهاز الليمفاوي ده بيتكون من ايه؟ من 3 حاجات، من اوعيه ليمفاويه وعقد ليمفاويه والليمف اللي ماشي. بص ركز معايا كده، ركز معايا. لو انا قلت لك ايه الفرق ما بين الجهاز الدوري والجهاز الليمفاوي؟ ده عنده قلب، ده عنده عقد ليمفاويه، ده عنده دم، وده عنده اللي عنده دم احسن من اللي عنده ازبه، اللي عنده دم احسن من اللي عنده ازبه. المهم يعني ده عنده دم، ده عنده ايه؟ اهو طهور ميه. ده عنده ليمف، تمام كده. طيب ده عنده مثلا وعاء، يبقى ده وعاء دموي، وعاء دموي خلاص، ما ده عنده وعاء ليمفاوي، شكرا. ده الفرق ما بين الاثنين. الليمف بقى هو زي الدم كده، هو عباره عن سائل اترشح من بلازما الدم، تمام. يعني حد هيسالني سؤال يقول لي يا مستر هو اترشح من بلازما الدم ازاي؟ اقول لك ازاي مش عارف. يعني في مثلا وليكن ده قلم وده قلم يا صديقي. بص يا صديقي، لما نيجي مثلا نجيب القلمين دول مثلا كده، ماشي. فده قلم مثلا قلم اهو. فالقلم ده هيبدا ان هو انت هتقفله هنا كده، فتخيل انت بتنقل من ده لده، فايه اللي بيحصل؟ فهو بتنقله كده، فممكن يسرب شويه، لان من منطقه مثلا واسعه لمنطقه ضيقه مثلا، فبيبقى في فرق في المساحه بتاعتهم، فما بيبقاش مقفول حلو، او بمعنى صح ما بتبقاش بمعنى صح راكبين مع بعض قوي بالظبط، فبيبقى في مسافات بتعمل تسريب، فيبدا يحصل ترشيح. يبقى هو عباره عن سائل اترشح من بلازما الدم. طبعا فيه عدد كبير جدا من كرات الدم البيضاء، وفيه كل مكونات البلازما. طيب يبقى في مكونات البلازما وفي كرات الدم البيضاء. الاوعيه الليمفاويه هي اوعيه بقى بتمشي او بتنقل الليمف وبتجمعه وتوديه للجهاز الدوري. ايه ده؟ فاكرين الطريق الدموي والطريق الليمفاوي؟ ايوه، الطريق الليمفاوي ده اللي كان بيوديها للجهاز او بيوديها للقلب عن طريق الوريد الاجوف العلوي. الوريد الاجوف الايه؟ العلوي. الطريق الدموي كان بيوديها للطريق الاجوف السفلي. عندنا حاجه اسمها العقد الليمفاويه. مالها العقد الليمفاويه؟ شكلها بالشكل ده كده، شكلها بالشكل ده كده. تعالى كده، تعالى مثلا بالشكل ده كده. هذه العقدة الليمفاوية اهي، هي عبارة عن مصافي بتوجد على مسافات معينة، ماشي كده. بتعمل ايه؟ بتجمع الليمف، بيخش لها الليمف، بتجمعه وتنقيه وتنظف كل حاجة فيه بقى والحاجات دي كلها، وتقضي على الميكروبات اللي موجودة فيه عن طريق كرات الدم البيضاء، وبعد كده تطلعه نظيف وزي الفل. يبقى ده اللي هي عملته. بس كده؟ بس كده. بعد كده هنبدأ بقى ناخد شوية برضو أجهزة كمان عايزينها. زي مين بقى؟ ركز بقى معايا يا صديقي. زي الجهاز الهضمي، زي الجهاز التنفسي، زي الجهاز مثلا الإخراج، زي الجهاز العصبي. دول ال4 أجهزة اللي فاضل لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عارف يا صديقي إن أنت يعني تعبت، وأنا تعبت والله أنا كمان، بس يعني ممكن تاخد قسطا من الراحة كده، تاخد لك بريك بسيط، وبعد كده ترجع مرة تانية يا صديقي. طيب الجهاز بقى الهضمي يا صديقي، انا برضو جاي اقول لك الحاجات المهمه اللي انا محتاجها. اول حاجه، انت عارف ان كان في حاجه اسمها الفم من الجهاز الهضمي. الفم ده بيبقى موجود فيه حاجه اسمها اللعاب. الفم بيبقى موجود فيه حاجه اسمها ايه؟ اللعاب. اللعاب ده ماله بقى؟ اللعاب ده بيبقى موجود جواه كده حاجه اسمها انزيم الاميليز او التيالين. اللعاب اللي موجود جوه الفم كده بيبقى فيه انزيم، عندنا انزيم اسمه انزيم الاميليز او انزيم التيالين، اللي بيحلل النشا ويحولها الى مالتوز، يحول السكر المؤقت الى سكر ايه؟ اللي هو بنقول عليه بسيط او اللي هو ثنائي يعني. طيب المعده فيها HCl دوت، واللي هو مهم جدا عشان بيحلل الميكروبات. في انزيم اسمه انزيم الجاسترين، او مش انزيم الجاسترين،
هو اسمه هرمون الجسترين. انزيم ايه بس؟ هرمون الجسترين. خلي بالك بقى معايا يا صديقي، انا عندي هرمونات موجوده في المعده، هتاخدها في ثالثه ثانوي، في المعده وموجوده في الامعاء. المعده عندها الجسترين ده بيعمل ايه؟ بمجرد هيبدا ينزل الاكل، فيطلع الهرمون بتاع الجسترين ويروح ينبه ويحفز جدار المعده، يقول له يا عم جدار المعده بسرعه الاكل نازل، افرز العصاره المعديه بتاعتك. يعني ادي جدار المعده اهو، حلو كده. بمجرد ما هنا حس ان مثلا يعني من هنا كده حس ان في ايه؟ حس ان في ان الاكل نازل اهو من المريء، فيروح بسرعه ماشي واصل لحد جدار المعده مثلا ده، او هو من جوه، يعني زي ما يكون انا ماليش دعوه انا، بس هو كده ماشي عن طريق الدم ماشي. المهم يعني ماله بقى اللي بيحصل؟ يقول لك يا عم جدار المعده افرز العصاره المعديه علشان تهضم الطعام اللي هينزل، فيقوم يفرز ايه؟ العصاره المعديه. نفس الكلام بيحصل في الامعاء، عندنا حاجه اسمها السكرتين والكولسيستوكاينين. بيعملوا ايه بقى؟ هو بص كده، هو بيطلع من مين؟ ادي المعده اهي، حلو اهي، وهنا كده عندنا البنكرياس. تعالى نرسم البنكرياس اهو مثلا، يعني اهو مثلا اعتبر ان ده البنكرياس، يعني ولنفترض ان العته اللي مرسوم ده بنكرياس. انا مش عارف ده ايه السمكه اللي انا راسمها دي. مش والله العظيم انا ما عارف انا برسم والله. طب ده يعني ده معناه ايه يعني؟ يعني الى حد ما يعني جت مظبوطه شويه. وادي يا عم جدار المعده اهو، ادي ماشي جدار المعده اهو ماشي اهو. وطبعا هو المفروض ان في منطقه كده لسه بينزل منها هنا كده بالشكل ده، بس ما علينا. ايه اللي بيحصل بقى؟ ادي الامعاء اهي. بص بقى يا صديقي، ايه اللي بيحصل؟ الاكل جاي نازل اهو، فجاي نازل هنا كده عند الامعاء، فنازل عند الاثنى عشر. يوم الامعاء تفرز حاجه اسمها السكرتين وحاجه اسمها الكولسيستوكاينين، دي هرمونات، وتروح للبنكرياس تقول له يا بنكرياس افرز العصاره البنكرياسيه بتاعتك علشان تهضم الطعام اللي موجود في منطقه الاثنى عشر. شكرا. ده الهرمونات اللي انت تاخدها في ثالثه ثانوي، وده اللي انا محتاجه من حته الامعاء الدقيقه، ان في عصاره بنكرياسيه. شكرا. في حاجه اسمها عمليات الايض والتمثيل الغذائي ماشي، اللي هي الهدم والبناء. الهدم ده اللي هو بنحصل منه على ATP طاقه، انما البناء لا. بنعمل ايه؟ بناخد طاقه وبنستهلك طاقه. استهلاك طاقه. استهلاك ايه؟ استهلاك طاقه. طيب حلو. بعد كده عندنا عمليه الهضم، اللي انت بتحول البوليمرات اللي هي الكبيره الى مونومرات صغيره. عمليه الامتصاص معناها ان انت بتعمل دخول للطعام المهضوم اللي هو المونومرات، تدخله للدم، بتمتصه، بتدخله جوه الدم بتاعك. حلو. بعد كده عندنا حاجه اسمها الجهاز الاخراجي. عندنا حاجه مهمه اللي هو الجلد والكليه. طيب الجلد عندك حاجه كان فيها حاجتين، البشره والادمه. البشره كان فيها حاجتين، طبقه سطحيه وطبقه داخليه. الطبقه السطحيه كان عليها طبقه من الكيراتين، كانت بتعمل مناعه لجسم الانسان. اذا كده انا محتاجها في فصل المناعه. يبقى بتعمل مناعه لجسم الكائن الحي، يعني بتعمل له حمايه وتمنع دخول الميكروبات. تعمل حمايه لجسمك وتمنع دخول اي ميكروب يدخل للجسم بتاعك، يبقى دي مناعه، يبقى انا محتاجه في المناعه. كان في طبقه داخليه فيها ماده الميلانين والحاجات دي كلها، وبتعوض الطبقه السطحيه، مش محتاجها. الادمه كان بيبقى فيها غده عرقيه، وده هي برضه لها علاقه بالمناعه، لان العرق ده اهو في ميه، في املاح، في فضلات نيتروجينيه، اللي كان قاتل، او ممكن نقول عليه مثلا مذيب، يعني بلاش قاتل، دي قاتل او مذيب لمين؟ للميكروبات. حاجه حارقه بتحرق. انت ممكن مش العرق لو زاد شويه عليك انت مش بتستحمله؟ صح. طيب الكليه الوحده الوظيفيه بتاعتها هي النفرون. النفرون ده لو جينا رسمناه ماشي، طبعا ادي بالشكل ده كده اهوت، حلو. وادي طبعا ادي القناه الملتفه القريبه والبعيده، قصدي والثاني تنل والبعيده ماشي اهوت بالشكل ده ماشي. انا مش محتاج ان انا ارسمه بالظبط، يعني بقى بالظبط قوي اهو بالشكل ده كده اهوت. وعندنا حاجه كده اسمها القناه الجامعه او القناه المجمعه، القناه المجمعه، بس كده اهو بالشكل ده كده. ايه اللي بيحصل بقى؟ كان عندنا هنا حاجه كده اهوت، كان بيبقى داخل هنا كده مين بقى؟ انها تحتضر ماشي كده. فاكرين الجمع؟ فاكرين بقى اللي هي الشعرات الدمويه اللي كانت داخله هنا، وعندنا الجمع والحاجات دي كلها، الجمع ماشي. وعندنا طبعا محفظه باومان
محفظه باومان اللي بتعمل ترشيح لكل المكونات ماشي كده ما عدا خلايا الدم طبعا، وترشحها وترجع تعمل لها اعاده امتصاص الاختياري هنا مره ثانيه. ايوه، فانا هحتاج دي في ثالثه ثانوي. لما اجي اقول لك مثلا يعني انا كانسان محتاج ارجع الميه للجسم بتاعي، يبقى انا بعمل لها اعاده امتصاص اختياري في مين؟ في محفظه في الجزء بتاع في انبوبه النفرون. حلو، يبقى لما اجي اخد ان شاء الله عندي هرمون اسمه الاي دي اتش. الاي دي اتش ده بيعمل ايه؟ لما انت كانسان بص وانا كنت قلت لك في الشرح في المنهج في السنه اللي فاتت، لما انت انسان مثلا يعني بتخرج عرق كتير فبتقلل خروج البول. ليه؟ لان انت خرجت ميه كتيره جدا في العرق فبتقلل خروج البول. مين اللي بيقلل خروج البول؟ او مين بيقلل خروج الميه في البول؟ الاي دي اتش، هرمون الاي دي اتش. طيب عندنا حاجه ثانيه، مثلا انا دلوقتي بخرج من جسمي مثلا صوديوم وبوتاسيوم، مش الاملاح دي بتخرج مع البول؟ ايوه، انا دلوقتي عايز في جسمي صوديوم، فانا همنع خروج الصوديوم وازود خروج البوتاسيوم. طب مين اللي هيعمل اعاده امتصاص دي بقى؟ هو نفس الحاجه اللي هي انبوبه النفرون. طيب فدي حاجه مهمه جدا ليها علاقه باعاده امتصاص الايه؟ اعاده الامتصاص الاختياري. اعاده الايه؟ الامتصاص. طيب حلو قوي. بعد كده لو جينا على الجهاز التنفسي، طبعا عندنا حاجه اسمها التنفس الخلوي. ما هو التنفس الخلوي؟ هو عباره عن اكسده الجلوكوز او الغذاء للحصول على الطاقه. وخلي بالك بقى كده، في نوعين من التنفس. كان في تنفس رقم 1 تنفس هوائي، وكان في تنفس لا هوائي. تنفس هوائي يبقى اكيد في وجود مين؟ في وجود الاكسجين. طب تنفس لا هوائي يبقى في غياب الاكسجين. طب التنفس الهوائي بنحصل منه على كميه كبيره جدا من مين؟ من الطاقه 38 جزيء اي تي بي. انما التنفس اللاهوائي بيدينا كميه قليله جدا اللي هم 2 اي تي بي، وبيدينا كمان معاهم حمض لاكتيك. وحمض اللاكتيك ده حمض وحش قوي، تقيل على العضله، تقيل على الايه؟ العضله، فبيسبب او بيعمل تعب للعضله، بيعمل اجهاد للعضله، وده انا محتاجه في درس اسمه درس الحركه في ثالثه ثانوي برضه. طيب حاجه ثانيه، شايف ده الجهاز التنفسي بتاعك كله. ده الجهاز في واحد شغال وواحد مش شغال. ده الجهاز التنفسي بتاعك كله. طيب الجهاز التنفسي بتاعك بقى، خلي بالك بقى معايا كده، عندك حاجه كان اسمها الحجاب الحاجز. عضله الحجاب الحاجز دي عضله تنفسيه بتعمل عليها عضلات الحجاب الحاجز. يقول لك ايه هنا ان شاء الله لما ناخد قفص صدري، يقول لك عضلات الحجاب الحاجز. فيبدا القفص الصدري لما تاخد شهيق كده وزفير والحاجات دي كلها، فتلاقي فيه حاجه تطلع لفوق الامام وتتسع للجانبين، يبقى الامام والجانبين. صح؟ مش بتحس انت الاحساس ده؟ بحس الاحساس ده. يبقى دلوقتي كده ده بيحصل في الشهيق، بيزود حجم التجويف الصدري ويقل في الايه؟ في الزفير. الانف بقى لها علاقه بالمناعه. ليه؟ مش انت لما تاخد يقول لك خد الهواء من الانف، ليه بقى؟ عشان فيها ممر رطب، ممر دافئ مبطن بشعيرات دمويه، وفيها مخاط، وفيها كمان يعني فيها مخاط وشعيرات تعمل كمصفى، فدي مهمه جدا كمناعه. كايه؟ كمناعه. يبقى دلوقتي الافضل تاخد الهواء من الفم ولا الانف؟ من الفم ولا الانف؟ الانف طبعا، فيها شعيرات بقى بتمنع الاتربه والحاجات دي كلها، فدي حاجه حلوه للمناعه، فيفضل عن طريق الانف عشان المناعه. طيب القصبه الهوائيه مالها بقى؟ القصبه الهوائيه، القصبه الهوائيه بها حلقات غضروفيه. القصبه الهوائيه فيها حلقات غضروفيه مفتوحه باستمرار، فيها اهداب. ده هي مهمه جدا الاهداب. اول ما تسمع كلمه اهداب مهمه جدا في المناعه، وفي اهداب لها علاقه بالتكاثر هناخدها برضو. الاهداب تتحرك من اسفل لاعلى عشان تنقي الهواء وتطرده لبره. فلما تنقيه وتطرده لبره، مش ده معناها كده ان انت كشخص بتعمل مناعه او بتحافظ على مناعتك؟ يبقى انا محتاجها في المناعه ولا لا؟ عرفت بقى ان المعلومه دي مهمه؟ طيب مش محتاجه دي قوي خلاص. طيب حالات السيال العصبي دي خليها دلوقتي، هناخد بقى حاجه اسمها الجهاز العصبي الاول بقى في الانسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز العصبي بيتكون من حاجه اسمها الخلايا العصبيه، والخلايا العصبيه هي وحده بناء الجهاز العصبي. خلايا لا ترى بالعين المجرده والحاجات دي كلها. حلو، خليه مش هتشوفها بعينك المجرده اكيد يعني. تعالى بقى بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الحاجه دي. في تغيرات بتحصل للخلايا العصبيه اثناء الراحه والاثاره. طيب اثناء الراحه والاثاره هو ايه اللي بيحصل؟ بس الاول يا عم الحاج بص، ادي الخلايا العصبيه. الخلايا العصبيه عندها جسم الخليه اهوت. ايه بقى اللي بيحصل؟ في شويه عفاريت ساعات. ادي جسم الخليه اهوت ماشي، وفي حاجه اسمها زوائد تفرعات، ده اسمها زوائد شجيريه، تمام. وادي المحور بتاع الخليه، وادي نهايات عصبيه او التفرعات النهائيه اللي فيها النهايات العصبيه. النهايات ده اهي اللي انا هرسمها لك بالشكل ده كده اهو. تيجي نبص عليها، تعال نبص عليها اهي يا صديقي اهي. بص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان انا عندي
دهيت كده النهايه العصبيه، النهايه العصبيه دي عند الخلايا العصبيه. حلو. وده اهي خليه او الخليه العضليه، خليه عضليه او ليفه عضليه مثلا عضليه. ايه اللي بيحصل؟ هيجي لك اثاره، هيجي لك مثير اهو، هيبدا يعمل ايه؟ ده اهي حويصلات اسمها حويصلات الاسيتايل كولين. الايه؟ الاسيتايل كولين. مالها بقى حويصلات الاسيتايل كولين؟ بتعمل ايه حويصلات الاسيتايل كولين؟ بيبقى فيها ناقل، يعني الحويصلات دي فيها الماده الناقل العصبي، يبقى بنقول عليها ناقل عصبي. حلو. مالها بقى؟ في بقى اول ما يجي المثير يبدا يدخل الكالسيوم عشان يفجر حويصلات الاسيتايل كولين. ثانيه واحده، انا محتاج العنصر بتاع الكالسيوم ده، هو مهم جدا في العصب. لو ما فيش كالسيوم يبقى انا كده مش هعرف افجر حويصلات الاسيتايل كولين. طب لو ما عرفتش افجر حويصلات الاسيتايل كولين، مفيش اثاره، يبقى انت في حاله الراحه مفيش عصب، مفيش سيال عصبي. في سيال عصبي يبقى انت في حاله الاثاره. حلو. فجرت حويصلات الاسيتايل كولين، هتبدا تنتشر اهي، بص وتروح لحد ما تيجي على غشاء مستقبلات. دي اسمها مستقبلات، خلي بالك. اسمها ايه؟ مستقبلات اللي موجوده، او مستقبلات الاسيتايل كولين اللي موجوده على غشاء الليفه العضليه. طب خلاص راحت ارتبطت، اول ما ترتبط ايه اللي هيحصل؟ هيدخل الكالسيوم، فده معناها عملت اثاره العضله. يبقى انت اول حاجه لما جه السيال العصبي عمل اثاره للعصب، بعد كده لما دخل الاسيتايل كولين ودخل الصوديوم للداخل كده انت عملت اثاره لمين؟ للعصب والعضله؟ للعضله. طيب اهو عند وصول السيال العصبي للازرار، دي الازرار ده اهي اللي هي بتاعت العصب ده اهي، تعمل مضخات الكالسيوم. الكالسيوم هيدخل جوه في غشاء الخلايا العصبيه على ادخال ايونات الكالسيوم للداخل. لما تدخلها فتفجر عدد كبير من الحويصلات العصبيه، فتحرر منها النواقل اللي هي الكيميائيه، اللي هي مين؟ اللي هي الاسيتايل كولين. ماشي كده؟ حلو. فبتروح منطقه اسمها منطقه شق التشابك. خلي بالك بقى كده، المنطقه دي اسمها شق التشابك، اللي هيحصل فيها التشابك ده اهي، ده ما قبل التشابك وده ما بعد التشابك، بس دي اسمها منطقه شق التشابك. فالاسيتايل كولين موجود على الغشاء في منطقه شق التشابك. حلو. طب السؤال بقى هنا يا جماعه، انت كخليه او كعضله عملت اثاره، عايزاكي ترجعي للحاله الطبيعيه بتاعتك. طب ما انا عندي فكره، مش هنا الاسيتايل كولين هو اللي خلاكي تنقبضي كعضله؟ طب ما نرجعك لاصلك عن طريق ان احنا نكسر الاسيتايل كولين اللي موجود على الغشاء من بره ده اهو. هنعمل كده، نجيب حاجه اسمها كولين استريس. كولين ايه؟ استريس. فهيفجر الاسيتايل كولين وهيحوله الى حاجتين، كولين وحمض خليك. وحمض ايه؟ خليك. تعال نشوف الكلام ده اهو. تعالى يا صديقي. طبعا ترتبط الناقلات الكيميائيه بالمستقبلات اللي موجوده على الغشاء اللي هي اغشيه لا بلاش كده حاله الزواج الشجريه ديت. ماشي، هو ديت لو هو عامل خليه عصبيه مع خليه عصبيه، بس انا مش عايز دي صراحه، مش عايز دي، انا عايزها كانها خليه عضليه. فهو كده عمل ايه؟ عمل اثاره للعضله. حلو. طبعا تتغير نفاذيه الغشاء ده لايونات الصوديوم والبوتاسيوم، فيدخل الصوديوم، وهنفهم الحته دي كمان شويه. فحصل ازاله الاستقطاب اللي هي مرحله الاثاره. ماشي كده؟ فطبعا اصبح كده يا صديقي، لو احنا بنتكلم عن ان احنا بننقلها من خليه عصبيه لخليه عصبيه، او في منهجنا ان شاء الله في ثالثه ثانوي السنه دي هناخدها من خليه عصبيه لخليه عضليه، فتلاقيني بقول لك الى خليه عضليه اخرى. حلو. ايه اللي هيحصل بقى؟ طب انا عايز ارجعه لحالته الطبيعيه، فنجيب حاجه انزيم، حاجه اسمها كوينستيريز، بيكسر الاسيتايل كولين ويحوله، ادي الاسيتايل كولين عن طريق انزيم الكوينستيريز يحوله الى كولين وحمض خليك، فيعود الغشاء مره اخرى الى حاله الايه؟ الى حاله الراحه. طب حلو، ده شيء محترم جدا وشيء جميل جدا. طيب اللي بعد كده، ركز معايا يا صديقي. شايف انت الرسمه دي؟ انا بس مش عايز اخد الرسمه دي، انا عايز اعمل بقى حاجه احلى. ايه هي؟ بص كده، حالات السيال العصبي. مش انا كنت لسه بقول لك حاله الراحه وحاله الاثاره والكلام الجميل ده؟ طب ما تيجي نفهم ايه اللي بيحصل. اول حاجه حاله الراحه اللي هي حاله الاستقطاب، كان بيبقى الغشاء النفاذيه او المفروض يعني لما نيجي نبص اللي هو الايه، لما نيجي نجيب زي كانه فولتميتر كده، لما تاخد في ثالثه ثانوي كانه فولتميتر بنقيس حاجه اسمها فرق الجهد. فلما نشوف فرق الجهد كده ما بين الغشاء هنلاقي سالب 70 ملي فولت. ليه؟ الغشاء من الخارج بيبقى الموجب فيه عقد كتير والسالب جوه بيكون كتير. اشمعنى؟ لان موجود صوديوم بره كتير، فالغشاء عشان كده موجب. طب جوه بيبقى فيه بوتاسيوم وفيه كلور سالب وبروتين سالب، فتزداد كميه السوالب جوه وتزداد كميه الموجب بره. حلو. السوالب ما بتتنقلش عشان هي كبيره،
مين اللي بيتنقل؟ الموجب والسالب. طب يا مستر هو فوق مفيش سالب؟ هو في سالب بس كميته قليله. طب جوه مفيش موجب؟ في موجب، ما هو البوتاسيوم ده موجب بس كميته اقل من السالب. حلو. لما يحصل الاثاره، لما يحصل الاستقطاب بيتغير فرق الجهد يبقى موجب 40. ليه بقى؟ لان السالب كميته زادت علشان الصوديوم، بص مين اللي اتحرك؟ ما قلتلكش سالب اتحرك، قلت لك ان الصوديوم الموجب اتحرك للداخل. فلما الصوديوم الموجب اتحرك للداخل فايه اللي حصل بقى؟ زاد الموجب جوه وقل السالب وزاد السالب بره. يبقى زاد الموجب جوه وزاد السالب بره. العوده للراحه سالب 70 ملي فولت. خلي بالك بقى في الحته اللي جايه دي ايه اللي هيحصل؟ ان هنطلع بوتاسيوم. ايه ده؟ فرجعنا الغشاء لحالته الطبيعيه مره ثانيه. حلو. بقى موجب بره وسالب جوه، فكده بقت راحه. بس الصوديوم لسه جوه يا عم الحاج. هو انت حاله الراحه عندك كان الموجب هو، كان الصوديوم هو اللي جوه ولا الصوديوم بره؟ الصوديوم كان كميته عاليه بره، صح. فنعمل ايه؟ استعاده الغشاء لخصائصه الفسيولوجيه، يعني عوده الصوديوم هو اللي يبقى بره كتير والبوتاسيوم يرجع لجوه مكانه الطبيعي. وبس كده يا صديقي. ده كده استعاده الخصائص الفسيولوجيه بتاعتها. طيب بعد كده، طب تعالى نبص بس على الرسمه دي عشان دي مهمه جدا جدا جدا. ايه هي بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ لو جينا هنا اول حاجه كده انت لسه عند الصفر، كانش في حاجه، لسه هيبدا يحصل اثاره في مثلا يعني انت لسه هنا في حاله الراحه. بدا يجي مثير اندفاع الصوديوم الى داخل الخليه ببطء. لما يجي اثاره ببطء شويه يبدا يندفع بسرعه. فلما يندفع بسرعه يبدا يحصل تغيير. يبدا كده انت في مرحله الاثاره بدات تتحرك من سالب 70 ملي فولت سالب 55 لحد ما توصل مثلا للصفر، لحد ما توصل لهنا لحد موجب 40 ملي فولت. انت كده وصلت لاعلى نقطه في الاثاره. السؤال هنا، انت واحد علشان تروح المشوار ده اهو مثلا وترجع محتاج بنزين 2 لتر ونص، العربيه فيها 2 لتر وربع، هتروح؟ لا، لازم يكون المؤثر كافي علشان تقدر تروح وتيجي. البنزين يكون كافي عشان تروح وتيجي، مش هينفع. هتقف منك في السكه هتعمل ايه بقى؟ انت استفدت ايه؟ يبقى دلوقتي لازم يكون المثير كافي علشان يحصل اثاره. يبقى لن يتولد سيل عصبي الا اذا كانت قوه المؤثر كافيه. طب لو زادت عن الطبيعي، يعني انا مثلا دلوقتي معايا 3 لتر، هل همشي شويه كمان يعني؟ لا، هاجي برضو عند المكان واقف. يبقى انا استهلكت ال 2.5 لتر. طب الباقي ما فادنيش بشيء، مش محتاجه خلاص. طيب ازاله الاستقطاب اللي هي الاثاره يعني كده ماشي، اندفاع كميات من الصوديوم اثاره يبقى للداخل. جينا عند النقطه دي هنغلق قنوات الصوديوم ونفتح قنوات البوتاسيوم. هنقفلها خلاص، مش هندخل صوديوم تاني. هنبدا نفتح قنوات البوتاسيوم عشان خلي بالك بقى كده هنبدا نرجع للحاله الطبيعيه، حاله الراحه. فيبدا تزداد نفاذيه البوتاسيوم للخارج وتقل نفاذيه الصوديوم. مفيش صوديوم بيعدي وهو ما بيطلعش بره، وفي نفس الوقت احنا قافلينه وما بيدخلش جوه. حلو. فيطلع بوتاسيوم كتير للخارج عشان يرجعه لحاله الراحه. المفروض ان هو سالب 70، بس ايه اللي حصل؟ ده زياده في الاستقطاب علشان اندفاع شويه بوتاسيوم كتيره، فبدل ما كان سالب 70 بقى سالب، وصل لسالب 80. ده زياده وبعدين هيرجع لحالته الطبيعيه مره ثانيه. شكرا كده. وبعدين ياخد دي الفتره دي كده اسمها لما يرجع بقى لحالته الطبيعيه مره ثانيه، اللي هي اسمها استعاده الخصائص الفسيولوجيه. دي اسمها يعني فتره الجموح او الامتناع، ان هو بيستعيد فيها كل الخصائص الفسيولوجيه بتاعته في الفتره دي. طيب وده المنحنى يا صديقي، وبس كده يبقى انت كده خلصت كل المعلومات اللي انت محتاجها. طيب في حته انا محتاج ان انا ارسمها لك بس واعرفك يعني التفاصيل بتاعتها كلها ماشي، هو ايه اللي بيحصل بس. بص يا صديقي، لو انا ده كده ادي غشاء الخلايا العصبيه، وادي غشاء الخلايا العضليه، ادي غشاء الخلايا العصبيه، ادي غشاء الخلايا العضليه، ادي غشاء الخلايا العصبيه، ادي غشاء الخلايا العضليه، ادي غشاء الخلايا العصبيه. اتمنى ان احنا ما نكونش محتاجين حاجه تانيه ماشي، ويعني هنزود واحده كمان بالمره. تيجي نبص على الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت في حاله الراحه، انا مين اللي في حاله الراحه؟ العصب والعضله. فالعصب مش المفروض حاله الراحه يبقى من جوه سالب من بره موجب؟ طب العضله من بره موجب.
من جوه سالب. حلو. هنعمل اثاره، مين اللي بيبدا الاثاره الاول؟ العصب. فالعصب يحصل له اثاره يبقى من جوه يدخل موجب جوه، يبقى موجب جوه وبره سالب. طب والعضله زي ما هي موجب اهي من بره لسه حالتها الطبيعيه وسالب من جوه. هيوصل الاثاره تتنقل من العصب للعضله، فايه اللي يحصل؟ العصب يرجع لحالته الطبيعيه، يبقى من جوه سالب تاني عادي جدا ومن بره موجب اهو رجع لحالته الطبيعيه، وده اللي حصل له اثاره ماشي ومن جوه بقى موجب. طيب ها خلصت انت اهو انت في حاله الراحه اهو، خلاص يبقى انت جوه سالب وبره موجب اهو. طب وانت كعضله خلاص خلصت هترجع لحالتك الطبيعيه، يبقى من بره موجب عادي ومن جوه سالب عادي. بس كده يا صديقي، يبقى انت كده يعني خلصت كل اللي انت محتاجه. تمام؟ هنبص كده يعني نشوف كده نتخيل ده هيبقى وقت قد ايه. حوالي تقريبا مثلا ممكن نقول ساعتين الا 10. يعني انا نفسي مش متوقع ان انا ممكن اكون خلصت. انا كنت بقول 3 ساعات والله العظيم. هو يعني اللهم لك الحمد ماشي، احنا ما كروتناش، ما سيبناش معلومه، وهي من عند ربنا اللهم لك الحمد. الفيديو تقريبا خلص في ساعتين 10. والله كنا بنقول هنقسمه على فيديوهين، كنا بنقول هيعدي 3 ساعات، وهي من عند ربنا سبحانه وتعالى. تخيل انا ممكن اقول ده يعني انا ما كنتش متوقع ده حرفيا خالص يعني. فيعني كده اللهم لك الحمد. انا يعني في نهايه المحاضره دي يا صديقي حابب ان انا اقول لك يعني بص، ان شاء الله الفتره الجايه كلها احنا معاكم في ظهركم. التشانل بتاعتنا دي جديده، كان عندنا تشانل 20000 وحصل فيها شويه مشاكل فمش هننزل عليها تاني، وعملنا تشانل جديده ب يعني محتوى افضل بقى من اول حاجه، سمارت بقى بورد اضاءات الدنيا زي الفل الحمد لله اللهم لك الحمد يعني. وربنا يوفقنا ويكرمنا اكتر واكتر واكتر ونزود اضاءات اكتر ومايكات افضل وافضل وافضل والكاميرا بقى وحاجات يعني. بص احنا دايما في ظهركم ومعاكم. طيب اي حاجه اي نصايح انتوا عايزينها اطلبوها مننا، اي مشكله حد يقع فيها يكتب لنا في الكومنتات في اي فيديو. عايزين الفيديوهات بتاعتنا توصل لاكبر عدد من الطلبه علشان الطلبه كلها تستفاد باذن الله تعالى. ان شاء الله عايزين برضو ان يعني في تفاعل على الشانل عندنا علشان تظهر كتير. انت حاول تاخد الفيديو ده وتشاره لكل زمايلك، مش هتخسر حاجه، انت مش هتبقى خسران شيء والله. اكتب لي في الكومنتات في اسئله انا قلتها لك في الفيديو مثلا حاول تجاوبها لي. الحاجات دي كلها هتفرق معانا وهتفرق في ظهور الشانل دي لكل الجمهوريه ان شاء الله يعني باذن الله. نتمنى ان على اخر السنه دي نكون واصلين لكل طلبه الجمهوريه ان شاء الله، نتمنى كده يعني باذن الله. ماشي. فيا صديقي ان شاء الله ربنا معاك وفقك السنه دي كلها، انا معاك وفي ظهرك. ليك اخ كبير اسمه احمد الشريف معاك في ظهرك طول السنه. اي حاجه تطلبها، اي افكار محتاجها تلاقيني بنزل لك على طول افكار على التشانل شورتس بقى، على التيك توك، في كل مكان. كل حاجه خاصه بينا احنا حرفيا هنقدم فيها الدعم، واهم حاجه قبل الدعم كمان وغير الدعم المعلومات. مش الشرح فيديو كامل وخلاص، لا، معلومات وافكار كتيره جدا 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 من اللي احنا بنحلها مع طلبتنا اللي بياخدوا معانا المجاميع بتاعتنا. هننزل لك الكلام ده كله فور فري يا صديقي. وبس كده يا صديقي، اتمنى يعني انك تكون عامل اشتراك في القناه وتكون يعني كده ايه استفدت من المحاضره دي. واكتب لنا، طبعا انت اكيد باين على صوتي ان انا والله ما خدت بريك حتى في المحاضره دي خالص، لاول مره لان المحاضره تبقى طويله كده وما اخدش بريك. وبس كده يا صديقي، دمتم بخير ونلقاكم على خير في المحاضرة الأولى من منهج ثالثة ثانوي. وبس كده يا صديقي، سلام.